ولد بيصحى في مكان غريب وبيلاقي نفسه متقيد، وبيلاقي قدامه راجل عجوز وبيقول له جهز نفسك دورك علشان تقاتل. وطبعا صاحبنا ما بيكونش فاهم حاجه وبيقول له هو انا فين وانتوا عاوزين مني ايه؟ وبيقول له مفيش وقت، لازم تواجه خصمك دلوقتي. وبيقول له لو ما قاتلتش هنا هتموت، عشان اللي بيخسر 3 مباريات بيكون مصيره الموت. وبيقول له المخدر اللي انا هديهولك ده هيخليك مقاتل شرس، حرفيا اللي بياخده بيتغير 180 درجه، بيكون شخص تاني تماما وبيتصرف بكل وحشيه وما بيكونش اصلا في وعيه. ولما بيفوق من اللي هو فيه بيلاقي نفسه في الزنزانه تاني، وبيسأل نفسه هو ايه اللي حصل وايه الدم اللي على ايدي ده. وبيدي المخدر لصاحبنا وبيفقد الوعي، وبيقول له اتذكر لو ما قتلتش هنا هتكون انت الفريسه. وبيرميه على النقاله، وبنعرف اللي مفعول الدواء بدأ يتفعل. بنلاقي لون عينيه اتغيرت وفي عروق في كل جسمه، حرفيا تحس ان جسمه بقى ضخم اكتر. وبيدوس على الزرار وبينزله في ساحه المعركه، وصاحبنا بيقوم وما بيكونش فاهم اي حاجه. وبيبص بيلاقي قدامه خصم بيكون واخد الدواء، حرفيا بيكون عامل زي الزومبي، وبيشوف خصمه كعدو ليه. يعني مثلا الشخص ده والده مات، فبيشوف الشخص اللي قدامه هو اللي قتل والده، وبيكون متعصب جدا وداخل يقتله. ودي كانت نبذة عن ملخصنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ هفهمكم حاجة بسيطة. مين فينا ما يعرفش دارك مورتال؟ حرفيا من افضل الملخصات اللي موجودة في قناتي، ولو انت ما تعرفهوش فانت فايتك عظمة، ولازم تدخل تشوفه دلوقتي علشان تكون فاهم الاحداث معانا. وكانت احداث دارك مورتال غريبة ومؤثرة، ومن اهم الاحداث دي بنعرف اللي جانك سيطر على كل الارواح، وده طبعا علشان ينتقم من البروفيسور، وعرف ينتقم منه في الاخر وكل الارواح اتحررت، وحتى اخوه علشان كان روح جواه فبيموت هو التاني. وطبعا الموضوع كان مؤثر جدا على جانك، وبيتخرجوا من الجامعة وبيتصوروا صورة التخرج، وبنعرف ان جانك اتجوز هيون واشتغل مدرس لأطفال في حضانة. دي بقى كانت نهاية الموسم الأول. تكملة القصة في الموسم التاني، بس المرة دي ما بتتكلمش على جانك واللي معاه، لا ده بتتكلم على طفل عند جانك في الفصل. بتبدأ قصتنا بطفل غريب وبيكون اسمه أيان، وعلشان لسه جداد في الحضانة فجانك بيقول لهم كل واحد يكتب عن عائلته. فأيان بيفكر في عائلته، بيفتكر ان ابوه بيشرب كتير ودايما ما بيكونش في وعيه، وبيفضل يضربه بسبب او بدون سبب، وبيتفرج على حاجات مش كويسة وما بيكونش عارف ينام منه. وبنعرف ان أيان هو اللي بيعمل كل حاجة في البيت، والجانك بيطلع واحد واحد علشان يتكلم عن عائلته. وأيان طبعا بيكون خايف ومش عارف يقول ايه عن عائلته، وبيجي الدور على أيان وهو بيحكي عن عائلته، وبيقول حاجات ما بتحصلش، زي اللي هو بيخرج مع عائلته لكن هو في الحقيقة بيكون نفسه في كده، وزي اللي هو كل ما يكون حزين بيلاقي حد يراضيه لكن هو في الحقيقة وحيد، وبيكذب وهو بيقول انا سعيد جدا مع عائلتي لكن هو من جواه متدمر. وبيفضل في الحال ده لغاية ما بيكبر وبيدخل الجامعة، وبيروح يقدم على جامعة في مستوى عالي، وبعد شوية اسئلة كتيرة بيوافقوا اللي هو ينضم معاهم. وطبعا بيكون فرحان جدا لدرجة اللي هو بيعيط، وبيروح البيت جري وهو فرحان. لكن بيفتح الباب بيلاقي شخصين مثبتين ابوه، وبنعرف ان ابوه بيكون متدين بفلوس كبيره وما بيرضاش يسددها، وده طبعا علشان بيخلص الفلوس في الشرب والكلام ده، وبيهددوه لو هو ما سددش ديونه هيجي يخلصوا عليهم. صاحبنا حرفيا بيفقد الامل وما بيكونش عارف يعمل ايه، بعد ما اخيرا كان مفكر اللي هو هيكون سعيد لكن والده بيغير الكلام ده كله، وبيبص على ديون والده بيلاقيها كتيره جدا، فبيقرر يشتغل وبيضغط على نفسه. حرفيا بيشتغل في كذا وظيفة بدون اي راحة، وبياخد مرتبه من هنا وبيعرف اللي هو قليل، وبيفقد الامل تاني وبيعرف ان المرتب بتاعه ده مش هيسدد حتى ولا 5%، وبيفضل ماشي وهو منعزل عن الدنيا، حرفيا ما بيكونش حتى شايف الطريق اللي هو ماشي فيه. وبيرجع لوعيه تاني وبيلاقي واحد بيترمي جنبه، فبيبص بيلاقي نفسه دخل جوه قتال شوارع. فالراجل بيقول له انت عاوز تقاتلني ولا ايه؟ فايان بيقول له انا اسف انا جيت هنا بالغلط. فبيلاقي شخص تاني جه وبيحدف عليه فلوس كتيرة جدا، وبيقول له لو انت كسبت القتال كل الفلوس دي هتكون ليك. فايان بيبص عليها وبيقول دي كتيرة جدا، حرفيا لو اشتغلت طول حياتي مش هجمع زيها، بس بيقول اللي انا ماليش في القتال وهخسر طبعا. وكان رايح يتأسف اللي هو مش هيقاتل، بس بيقول له الفلوس دي هتكون ليك حتى لو خسرت او كسبت، المهم تلعب فقط، بالاضافة لو انت كسبت كل الفلوس اللي على الارض دي هتكون ليك. فايان بيبص على
على الفلوس وبيفتكر اللي هو محتاج فلوس في اسرع وقت، وده طبعا علشان يسدد ديون والده، وبيفتكر قد ايه مرتبه قليل جدا، فبياخد منه الفلوس وبيوافق يقاتل. فبيقول لهم كلها ثواني وهيبدأ القتال. يا دوبك لسه ايان بيحط الفلوس في جيبه بيلاقي الخصم رايح يضربه، لكن ايان بياخد باله في اخر لحظة وبيتفاداها، لكن بيضربه بالرجل في وشه وبيرجعه لورا. وطبعا اللي بيسأل ليه بيعملوا قتال الشوارع، وطبعا بيكون في خصمين هيلعبوا بعض، وبيكون في جماهير بتدفع فلوس علشان تشوف القتال ده، والمقاتل اللي بيكسب بياخد كل الفلوس. ومن ضمن الجماهير كان قاعد شخص بملامح باردة، وبنعرف ان الشخص ده مقاتل بس في مستوى عالي شوية، يعني بيقاتل في حلبة مش في قتال شوارع. نرجع بقى لأيان اللي بيكون الشخص داخل عليه وبيضربه كذا مرة، لكن ايان بيصد كل ده، وبيستغرب جدا لما بيلاقي ايان واقف مكانه وما حصلهوش اي حاجة، وبيقول له اللي انا استهزأت بيك في الاول لكن انا دلوقتي هلعبك بجد. وبيضربه ضربة لكن ايان بيتفاداها، فبيمسك شعره وبيقول له انت فاكرني بقاتل هنا لاجل المتعة؟ انا محتاج فلوس ولازم نقضي عليك في اسرع وقت. وبيديله بالركبة في وشه. حرفيا ايان بياخدها من هنا ومناخيره بتخر في دم، وبيفتكر قد ايه ابوه كان بيضربه كل يوم، لدرجة اللي هو اعتاد على كده وبقى ما بيحسش، يعني حرفيا فقد الشعور بالألم. وطبعا راحوا عند الدكتورة علشان يعرفوا حالة ايان، والدكتورة بتقول ان ايان ابنك فقد الكثير من الاعصاب وبقى فاقد الشعور بالألم نهائي، وبتقول له اللي هو لازم يعمل عملية في اسرع وقت. فلما بيسأل على سعر العملية بيلاقيها غالية، فبيزعق وبيفضل يقول انا عارف مصلحة ابني ومش هعمل له العملية، وبياخد ايان وبيمشي. وايان بيكون فاقد الشعور بالألم والاحساس، لدرجة اللي هو اوقات بيكون في وسط اصدقائه لكن هو وحيد في عالم تاني. نرجع بقى للقتال اللي ايان بيتضرب ضربة في بطنه وبيتضرب ضربة في وشه، وحرفيا بيقولوا اللي خلاص كده ايان هيفقد الوعي وهيخسر، لكن هو اصلا بلا مشاعر فما بيرضاش يقع وبيرجع تاني لوعيه. حرفيا الولد بيستغرب وبيقول له انت ازاي قادر تقف بعد كل الضرب ده؟ وبيبص بيلاقي مؤسس اللعبة بيقول له خلص الماتش بسرعة علشان الجماهير بدأت تزهق. فبيتعصب وبيروح علشان يضرب ايان، لكن ايان بيتفاداها وبيضربه بنية في وشه وبعدها بنيات كتيرة حرفيا بتكون سريعة جدا، لدرجة ان المقاتل اللي بيتفرج بيستغرب من سرعة ايان اللي بتكون سرعة جنونية كأنه بيختفي. والمقاتل بيقول ان الولد ده مش طبيعي، فالمقاتل اللي ضده بيتعصب وبيروح يضرب ايان، لكن ايان بيضربه بسرعة جنونية وحرفيا بيطيره وبيخلص القتال، والكل بيكون مستغرب. فايان بيبص على الفلوس وبيلمها، فبيلاحظوا مؤسس المباراة وبيعرف ان ايان جاي هنا علشان الفلوس، وبيروح عند ايان وبيقول له لو انت عاوز تشترك في مباريات اكتر قول لي، وطبعا المباريات التانية هتكون اكتر من الفلوس دي بكتير. لكن ايان بيعتذر وبيقول له اللي انا مش هقاتل تاني، الفلوس دي كفاية كده. وبالله الشخص اللي كان بيلعبه ايان بيفوق وبيكون متعصب جدا منه وبيمسك ماسورة علشان يضربه، لكن بالله حد مسك الماسورة وبيضربه، وبيطلع المقاتل اللي كان بيتفرج على ايان فبيدي الايان جهاز وبيقول له لو حبيت تقاتل هتلاقي مكان القتال في الجهاز ده، وبيمشي وبيسيبه. نرجع بقى للمقاتل اللي بنعرف اللي اسمه هيوك، وهيوك بيقول له ازاي دي اول مرة قاتل فيها وانت في الاداء الخرافي ده، وبيقول له انت شكلك غلبان، لو انت خايف على نفسك ما تجيش اي قتال تاني. وبيقول له علشان انا مقاتل زيك وعارف اكتر منك، وعرفت اللي فيه نوعين من المقاتلين، النوع الاول واللي زيك اللي بيجي لهدف الفلوس، وده نفس الشخص اللي انت واجهته كان عاوز يكسب علشان ياخد الفلوس، لكن النوع التاني وده النوع الشيطاني، يعني بيقاتل لاجل المتعة فقط، يعني بيبقى داخل علشان يقتلك. وبيقول له لو انت خايف على نفسك ومش عاوز تقابل الناس دي ما تجيش هنا تاني، وبيمشي وبيسيبه. وايام بيروح يشتري حاجة من السوبر ماركت، وركزوا مع البنت دي علشان نحتاجها كتير جدا في الاحداث اللي جاية، وبتكون اسمها سيون، ومن نظراتها بنعرف اللي هي عارفة ايان، لكن ايان ما بيتكلمش ولا كلمة، بيشتري الحاجة اللي هو عاوزها وبيطلع تاني. وبيوصل البيت وبيلاقي ابوه متعصب وبيقول له انت فين لغاية دلوقتي؟ كل ده كنت بتعمل ايه بره؟ لكن ايان بيديله فلوس، وابوه لما بيشوف الفلوس بيسكت وبيقول له اللي دي كل الديون اللي انت مستلفها، لكن فاضل حاجات بسيطة وانا هشتغل واسددها بكرة. وبيقعد ايان وبيكون عاوز ينام جدا، حرفيا ما بيلحقش يغمض عينه وبيلاقي المنبه بيرن، وبيعرف اللي ميعاد شغله جه، ملحقش ينام ولا حتى ساعة، وبيروح شغله. وبيبدأ اول يوم دراسي ليه، وبيكون اصدقاء ايان في الفصل بيتعرفوا على بعض وبيكونوا عاوزين يخرجوا مع بعض بمناسبة اول يوم، وبيسألوا مين قاعد في المكان ده، لكن سيون اللي كانت في السوبر ماركت بتقول اللي هو اسمه ايان. وبيجي ايان وبيخلصوا اول محاضرة، واصحاب سيون بيكونوا عاوزين يتعرفوا على ايان علشان يخرج معاهم، لكن سيون بتقول لهم اللي هو شخص انطوائي وحيد ومش
هيوافق يخرج معانا، وبترفض تخرج معاهم علشان بتكون عندها شغل. فابو نضاره بيروح عند ايان علشان يساله على الخروجه، وبيتعرف عليه وبيساله ايه رايك تخرج معانا، لكن ايان بيبص في محفظته وبيعرف اللي هو مفلس. فابو نضاره بيلاحظ وبيقول له ما تشيلش هم الفلوس. نرجع بقى لسيون اللي بتلاقي صاحبتها بعتلها صوره، وبيكون صوره الخروجه وايان بيكون معاهم، وبيكونوا قاعدين في مطعم وبياكلوا مع بعض، وبتكون البنت ام شعر اصفر دي بتكون عاوزه تشرب مع ايان، لكن ايان بيبص وبيفتكر ابوه وبيزعل جدا، فبيتوتر وبيقول لهم ان انا لازم امشي دلوقتي. فبيحاولوا يهدوه وبيقولوا لو مش حابب الشرب بلاها شرب، لكن بيكون في شخص معاهم بيفضل يغلس على ايان وبيقول له انت بتخاف تشرب ولا ايه، وبيقول له انت هتفضل طفل كده لغايه امتى. لكن ايان بيقول له ان انا ما بحبش الشرب علشان بيخليك مش في وعيك. فبيقعد يستفز في ايان وبيقول له تعالى نعمل سباق شرب. فايان بيشرب وبيلاقيها طعمها وحش جدا، وبيفضلوا هما الاتنين يشربوا لغايه اما الولد ما بيكونش في وعيه، وبيكون مستغرب ازاي ايان ما حصلهوش اي حاجه. فايان بيقرر يمشي وبيسيبه، لكن بيمسك فيه وبيقول له الجوله لسه ما خلصتش وانا هكسبك. فايان بيبص عليه وبيفتكر ابوه هو بيتهجم عليه، فبيتعصب جدا وبيدخل في حاله غريبه، وبيمسك الولد وبيفضل نازل فيه ضرب. وبيصحى ايان في بيت ابو نضاره صديقه، ولما بيساله ايه اللي حصل وانا ايه اللي جابني هنا، فبيقول له بعد الخناقه بتاعت امبارح انت كنت شخص غريب، ملامحك كانت بارده وكانك نايم وانت مفتح عينك، فانا اخدتك وجبتك منزلي. فايان بيبص في المرايه وبيتخيل ابوه، وبيزعل جدا من نفسه علشان بدا يشرب زي ابوه، فبيشكره وبيقول له ان انا لازم امشي دلوقتي علشان عندي شغل. وبيجي تاني يوم وايان بيروح المدرسه، وبيلاقي شخص رايح يقعد علشان ياكل معاه، وبتطلع سيون اللي كانت شغاله في السوبر ماركت وبتسلم عليه، لكن ايان بيبص يمين وشمال وبيقول لها انت بتكلميني انا، وبتقول له انت كبرت وشكلك اتغير، لكن ايان بيبص وراه وبيقول هي بتكلم مين المجنونه دي تاني معلش. فسيون بتقول له اللي انا بكلمك انت، وبتقول له انت ازاي مش فاكرني بعد كل ده، كنا في نفس الصف واحنا اطفال، وفي المرحله الابتدائيه برضو كنا مع بعض، وفي المرحله الثانويه كذلك، ولما كنت بحاول اقرب منك واتكلم معاك كنت حرفيا ما بتتكلمش نص كلمه، كاني في فاصل جدار ما بيني وما بينك، كنت شخص غريب الاطوار ووحيد. وبتقول له بعد كل السنين دي انت مش فاكرني، فبتبص وبتلاقي اللي هو فعلا مش فاكرها، فبتروح علشان تمشي، لكن جانك بيقول لها اللي انا فاكرك، لكن بيقول لها ان انا بمر بظروف صعبه شويه بتخليني مش مركز. فبتفرح وبتقول له كويس اللي انت فاكرني يا عم انت، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وهم بياكلوا وبيروحوا مع بعض، وبنكتشف اللي هم ساكنين في نفس المبنى، لكن ايان ما بيكونش عارف الموضوع ده علشان دايما بيكون مش مركز، وبيقول لها اللي انا لازم انزل هنا علشان مكان الشغل بتاعي. ومن نظرات سيون بنعرف اللي هي معجبة بيه، وايان كذلك بيكون مبسوط معاها، وبيخلص يومه الطويل من الشغل والتعب وبيكون داخل الى منزله، لكن كل حاجة بتتغير، وبيلاقي ان العصابة جم تاني وقاعدين يضربوا في والده، حرفيا بيكون وشه كله دم. فايان طبعا بيستغرب وبيقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا، انا اديت لوالدي كل الفلوس بتاعتكم. فواحد من العصابه بيستغرب وبيقول انا ما خدتش فلوس منه، ولما بيسالوا والده فين الفلوس بنعرف ان هو صرف كل الفلوس في الشرب والقمار، فبينزلوا فيه ضرب اكتر واكتر، وايان بيكون واقف حرفيا مش قادر يتحرك. وهنا بنلاقي التليفون بتاعه بيرن، وبيبص بيلاقي ان في قتال شوارع قريب منه، فبيفتكر كلام مؤسس المباراه لما قال له المباريات اللي جايه هتكون فلوسها كتيره. نرجع بقى لهيوك ومدير المباراه، وكانوا بيتفرجوا على مباراه ما بين الشخص اللي كان بيلعبه ايان وشخص تاني، وبيدخل عليهم شخص ماسك شنطه وبيكون ملامحه كلها شرانيه، وبنعرف اللي اسمه هانول، فكلهم بيستغربوا وهيوك بيكون عارفه وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا، فبيقول له اللي انا جاي علشان اقاتل، فبيحاول يمنعه وبيقول له انت نسيت اخر مره حصل ايه. وبنعرف من هيوك اللي هو كان بيقاتل شخص وقتله بكل وحشيه. فبنلاقي هانول بيمسك شنطه الفلوس وبيحدفها وبيقول لو خليتوني اقاتل الفلوس دي كلها هتكون بتاعتكم. فطبعا الكل بيفرح وبيوافق، فهيوك بيروح علشان يحذر الخصم بتاعه وبيقول له اللي هانول ده شخص مجنون بيلعب لاجل الاستمتاع والقتل، شيطان في هيئه انسان. وبنلاقي مره واحده هانول بيجري وبيضربه بالكوع، ولسه هيوك بيقول له المباراه لسه ما بداتش، لكن مؤسس المباراه بيقول له فات الاوان. الجماهير
كلها متحمسة وخلاص بدأ الماتش، وبيمسك خصمه وبينزله على الارض، وحرفيا بينزل فيه ضرب لغاية اما بيفقد الوعي. المشكلة اللي احنا بنسمع صوت فتح باب، وبيطلع ايان وبيقول لهم اللي انا جاهز للقتال. فطبعا هيوك بيسأل نفسه هو ايه اللي جاب ايان هنا، هو انا مش قلت له ما يجيش؟ مشكلة هانول بيشوف ايان وبيقول المباراة التانية هتبدأ، وبيرمي الخصم قدام ايان بيبص عليه وبيقول مش ده الشخص اللي انا كنت بواجهه منذ ايام. وبنلاقي مرة واحدة هانول بيختفي وبيجي عند ايان وبيضربه ضربة في جنبه حرفيا بيكسر عظامه، وهانول بيكون مستمتع وبيبص على ايان، لكن هنا بتكون الصدمة، بيلاقيه حرفيا ما تألمش ولا حتى غمض عينه، لدرجة ان هانول شك ان الضربة بتاعته مش قوية. فايان بيضربه في وشه وبيرجعه لورا، فبيضحك هانول وبيقول له اللي انا استهزأت بيك، لكن المباراة الحقيقية هتبدأ دلوقتي. وبيروح بأقصى سرعة ليه وبيضربه في جنبه، لكن برضه بيستغرب من ملامحه الباردة، بيقول هو الواد ده ما بيحسش ولا ايه؟ فايان بيضربه في وشه والمرة دي بيطيره، وهيوك بيقول ايان ده رغم اللي هو مبتدئ لكن شخص موهوب. وبنكتشف حاجة في هانول اللي هو كل ما يتضرب بيتجنن اكتر، عكس ايان اللي هو كل ما يتضرب بيكون هادي ومش بيشعر بالألم. فبيتعصب منه هانول وبيروح يضربه بأقصى سرعة ليه، وايان بيكون في حالة الدفاع بيصد فقط، فبيجي يضربه ايان لكن بيتفاداها وبيضربه في دقنه وواحدة تاني في وشه، وبعديها ضربات كتيرة. حرفيا الجماهير كلها بتكون متحمسة من المباراة، وبيضرب الفينش بتاعه اللي بنعرف اللي هو بالرجل. حرفيا ايان بيدوخ ورايح يفقد الوعي، فبيمسكه من رقبته وبيقول له اللي انا افتكرتك قوي لكن خيبت ظني وطلعت حشرة زي الحشرات اللي قبلك، وبيزقه بكل تكبر. لكن ايان بيكون لسه ما فقدش الوعي، وبيمسك نفسه وبيضربه في وشه. حرفيا هانول بيستغرب وبيقول ازاي قادر يقف، وايان بينزل ضرب فيه اليمين وشمال. وبنلاقي هانول بيضحك وبيقول له هتندم على كل ده. وبنلاقي مرة واحدة في سرعة البرق بيجي ورا ايان وبيمسكه من رقبته وبيقول له نهايتك قربت، وبيخنقه بكل قوته وبيكون عاوز يخلص عليه، لكن هيوك بيتدخل في الوقت المناسب وبيقول له لو انت قتلت ايان هتعمل لنا احنا مشاكل، وممنوع القتل في المباريات. وهانول بيكون بيضحك وفاكر اللي هو كسب المباراة، لكن بيتصدم لما بيلاقي ايان واقف على رجله كأنه ما حصلوش اي حاجة، وبيقول هو مين الشخص ده رغم اني ضربته بكل قوتي، لكن مازال مستيقظ وواقف. فبيضحك بكل جنون وبيقول اللي انا لازم اواجه الشخص ده تاني. نرجع بقى لهيوك اللي بياخد ايان وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا، وانا مش قلت لك اللي المكان ده خطر عليك وفي ناس زي الشخص اللي انت كنت بتقابله ده بلا رحمة. لكن ايان بيقول له اللي انا محتاج فلوس، فهيوك بيقول له خد الفلوس دي وما تجيش هنا تاني، لكن بيقول له اللي دي فلوس قليلة ومش هتكفي، وبيقول له اللي انا عاوز اقاتل في مباريات اكتر علشان محتاج فلوس. فبيجي مدير المباراة وبيدي لايان فلوسه وبيقول له اللي في مباريات تانية بفلوس اكتر من كده. فايان بيوافق اللي هو يروح، فهيوك بيتعصب وبيقول له اعمل اللي تعمله لكن افتكر اني حذرتك. وبيمشي مدير المباراة وهو بيقول له ان المباراة التانية اجيلك على الهاتف، وبياخد الفلوس ايان وبيمشي، وبيكون حاسس بدوخة وبتعب شديد. وبيوصل البيت وهو في حالة لا يرثى لها وبيفقد الوعي من كتر التعب. وبيجي تاني يوم واصدقاء ايان في الشغل بيستغربوا اللي ايان ما جاش، وده علشان كان اكتر واحد فيهم بيشتغل بضمير وكان بيعمل شغل كبير جدا. وحتى اصدقاء ايان في الجامعة بيستغربوا اللي هو ما جاش، وسيون بتستغرب وبتقرر تروح تشوفه في منزله، وبالفعل بتروح وبتتصدم وبتلاقي قدام الباب دم، فبتجري بسرعة وبتلاقي ايان مرمي على الارض فاقد الوعي. بنلاحظ اللي هو فاقد الوعي وهو مفتح عينه، تحس اللي هو متعود على كده لما كان والده بيضربه. وبيصحى ايان بيلاقي نفسه في المستشفى وبيبص جنبه بيلاقي سيون، وسيون بتقوله اللي انت بقالك ايام فاقد الوعي، والدكتور بيقول اللي انت تعرضت لضرب عنيف. فايان بيقول لها انت مين؟ فطبعا بتتعصب وبتقول له انا سيون صديقتك في الجامعه. فبيفتكرها وبيقول لها اللي انا لازم اروح الشغل. فبتقول له الدكتور بيقول اللي انت هتقعد هنا لعده ايام وده لغايه اما تخف، وبتطمن اللي هو كويس وبتيجي تمشي، لكن هو بيقول لها استني ما تقوليش لحد اللي انا في المستشفى. وبيجي الليل وايان بيلاقي رساله من التليفون وبيكون في قتال شوارع، فطبعا بيقرر يروح علشان يسدد ديون والده. وبتيجي تاني يوم وسيون بتروح ما بتلاقوش في المستشفى، وحتى
حتى الدكاترة ما بيكونوش عارفين هو راح فين، وبيكون راح علشان يقاتل. والمؤلف هنا بيحاول يعرفنا الفرق ما بين الحياة الصعبة والسهلة، وبيكون أصدقائه اللي في نفس عمره مبسوطين وفرحانين على الآخر، وهو اللي طالع عينه وبيقاتل علشان يجمع فلوس ويسدد ديون والده. وبيفضل الحال ده لمدة أيام، وبنعرف اللي هو عرف يجمع 8 ديون والده. وبيدخل مؤسس المباراة وبيقول له إن هيوكا هيواجه خصم دلوقتي، تعال اتفرج واتعلم منه. وبنعرف اللي قتال هيوك بيكون متطور شوية، يعني بيكون في حلبة مش في قتال شوارع. وبيروح هيوك علشان يغير هدومه للقتال، ومؤسس المباراة بيقعد ايان جنب شخص لابس ازرق، وركزوا مع الشخص ده علشان كل الاحداث اللي جاية مبنية عليه، وبيكون اسمه سيونغ. نرجع بقى لهيوك اللي الخصم بتاعه بيكون مستنيه في الحلبة، وبيفضل يستفز فيه، وبيفضل حرفيا يستهزأ بيه، لكن هيوك ما بيردش عليه. وبنعرف اخيرا ماضي هيوك من مؤسس المباراة، وبيحكي الأيان وبيقول له إن هيوك كان ليه صديق مقرب ليه، وكان مقاتل في قتال الشوارع، بس بيتعب بسبب الشرب والكلام ده، وبيدخل المستشفى. وبنعرف اللي هو بين الحياة والموت، وبيكون لازما يعمل عمليات بفلوس كتيرة، وهيوك طبعا ما بيكونش عارف يتصرف ازاي، فبيقرر ينضم لقتال الشوارع، وده طبعا علشان يجمع فلوس ويعمل العملية لصديقه. وبيفضل كل يوم والتاني يقاتل علشان يجمع الفلوس، لكن صديقه بيعرف ان هيوك بيعاني، فبيقرر يخلع التنفس الصناعي وبيموت، وده طبعا علشان يرحم هيوك ويخليه حر. وبنعرف من مؤسس المباراة ان هيوك بيقاتل علشان يسدد ديونه، وبنفهم ليه هيوك دايما بيكون مع مؤسس المباراة. وايان دلوقتي بيفهم ليه هيوك كان بيقوله ما تقاتلش، واداله الفلوس علشان ما يجيش المكان اللعين ده تاني. نرجع بقى لهيوك اللي خلاص على وشك بدء المباراة، وبالفعل بتبدأ والخصم كان رايح يهجم عليه، لكن هيوك بيديله بالرجل في وشه، حرفيا الواد بيطير ولسه يدوب بيقوم، فهيوك بيديله بالبنية في وشه، وبينط عليه وبينزل فيه ضرب في دماغه، ولسه مكمل فيه ضرب لغاية اما الواد بيطلب الرحمة من هيوك، وبيقول له ارجوك توقف، لكن بيضحك عليه وبيوقعه، وبينزل فيه ضرب، لكن هيوك بيصد كل ده وما بيأثرش فيه حاجة، وبيضربه بنية في وشه وحرفيا بيفقد الوعي. والجماهير كلها بتحتفل، وايان بيقول هيوك قوي جدا، وبتيجي مكافأة هيوك اللي بنعرف اللي هو صندوق مليء بالفلوس، وايان بيكون مستغرب من كمية الفلوس دي. وبيجي تاني يوم وبيروح ايان علشان يسدد ديون والده، والمرة دي بيروح بنفسه علشان والده ما يصرفش الفلوس. فرئيس العصابة بيسأله انت جبت كل الفلوس دي ازاي في وقت قصير كده؟ فبيقول له كنت بشتغل. فطبعا بيستغرب وبيقول ازاي الشغل يجيب كل الفلوس دي، وبيلاحظ ان ايان في كدمات في وشه، فايان بياخد بعضه وبيمشي، وبيستغرب جدا من ايان، وبيقول للمساعد بتاعه راقب ايان علشان نعرف بيجيب الفلوس دي كلها منين. فمؤسس المباراة بيقول له اللي انت هتقابل الشخص اللي قابل هيوك، وبيقول له خلي بالك علشان الشخص ده بيبان اللي هو مغرور، لكن هو في الحقيقة قوي، ده هيوك بس علشان اقوى منه فقدر عليه. فايان بنلاقيه رايح لمكانه، وبيطلع اللي هو رايح عند هيوك، وبيطلب من هيوك بيقول له ارجوك دربني. فهيوك بيتعصب منه وبيقول له انت ما سمعتش كلامي، انا حذرتك انك ما تكملش في الطريق ده، لان اللي بيدخل فيه ما بيقدرش يطلع منه. وبيبقى رايح يمشي وبيسيبه، لكن بيقول له اللي انا مش عاوز اموت، لو ما جمعتش فلوس في اسرع وقت هيبقى مصير الهلاك، وده السبب اللي اجبرني على القتال. نرجع بقى لهانول المجنون اللي بيكون متعصب جدا علشان عاوز يقاتل ايان، وبنلاقيه دخل عليه شخص اللي بنعرف اللي هو نفس الشخص اللي كان قاعد جنب ايان، وبنعرف اللي هو اخوه الكبير. وسيونغ بيقول لهانول اللي انا رايح اتفرج على مباراة حماسية، وبيقول له كان في شخص غريب الاطوار قاعد جنبي، وفي الطبيعي الجماهير لما تشوف اي مباراة بتعمل اي رياكشنات، زي لو في حد بيضرب التاني بيكون في تشجيع، او لما لعيب رجله تتكسر بيبان على ملامحهم الفزع والخوف، لكن الشخص اللي كان قاعد جنبي ملامحه هادية خالص، وده السبب اللي خلاه يلفت انتباهي، وانا بقى رايح علشان هو عنده مباراة النهاردة وانا لازم اتفرج عليها باي تمن. لكن هانول ما بيرضاش يروح معاه علشان هو عاوز يلاقي ايان، وطبعا هو ما يعرفش اللي هو رايح يتفرج عليه. نرجع بقى لايان اللي خلاص على وشك بدء المباراة، وبتبقى رايحة تبدأ المباراة
فايان بيفتكر كلام هيوك لما قال له انت قوي جدا لكن ما تدافعش فقط، الدفاع فقط هيخليك تتعرض للضرب، حاول تبدأ انت بالهجوم، ما تدوش فرصة حتى يتنفس، حاول تجمع طاقة جواك وتتجاهل كلامه، ولما يضرب الجرس ابدأ انت، خليك انت المفترس مش الفريسة. وبالفعل لما بيرن الجرس ايان بيدخل عليه بسرعة جنونية وبيضربه ضربة لكن بيصدها، وفي نفس اللحظة بيديله بالكوع في وشه، وبيبص بيلاقيه بيضربه ضربة كمان في وشه، وبيبقى رايح يضربه بالرجل لكن بيكون نيته يمسك رجله ويكسرها. فايان بيلاحظ وبيشيل رجله في لمح البصر وبيلف نفسه بسرعة وبيضربه في وشه، وبعديها ضربات كتيرة وبنلاحظ ان ايان ملامحه متغيرة وبيضربه في رجله وبيخليه يقع وبيتعصب منه وبيجي يقوم وبيلاقي حرفيا كمية بنيات في وشه، الخصم حرفيا ما بيقدرش يمسك نفسه وبيقع، وبيبص بيلاقي ايان رايح يدوس على وشه لكن لحسن حظه بيوعى في اخر لحظة، وبيبص وبيلاقي ايان شكله مرعب حرفيا تحس اللي هو بقى شخص تاني، فبيخاف منه ولسه راح يقول اللي انا استسلمت لكن ايان بينزل فيه ضرب حرفيا بيضربه بدون اي رحمة. وبنلاحظ ان سيونغ اعجب جدا باداء ايان، وايان بيكون مش في طبيعته ومش راضي يتوقف عن الضرب، وهيوك بيفضل يقول له توقف الخصم هيموت منك، لدرجة ان الامن اللي في المكان بيخشوا علشان يمنعوا ايان، لكن ايان بيكون في حالة غريبة من الغضب ومش راضي يتوقف عن الضرب، وبيدخل في عالم تاني وهو بيشوف نفسه زي والده كأنه بيقول له اللي انت هتكون زيي، وبيبص بيلاقي نفسه بيضرب في ايان الصغير كأن المخرج بيقول لنا خلاص كده بعد ما سددت ديون والدك انت بتقاتل ليه، كأنك بتقاتل نفسك. وبيجيله فلاش باك وهو مربوط في الحمام وكأن ايان الصغير بيطلب المساعدة منه وبيقول له ارجوك ساعدني، ولما بيحاول يساعده بيلاقوا بتوع الامن بيشدوه لكن بيتعصب وبيقاوم معاهم وبيقول اللي انا عاوز اعيش حر، وبيزقهم كلهم وبيروح علشان ينقذ ايان الصغير، وبيفتح الباب وبيلاقي والده بيضرب فيه فبيمسك والده وبينزل فيه ضرب، وبياخد ايان الصغير وبيطلع بره البيت كأنه بيحرره من العذاب اللي هو فيه ده، وبيفوق ايان في الحقيقة وبيطلع من بره الحلبة وهو كل جسمه مليء بالدماء، وبيقف قدام هيوك ومؤسس المباراة وبيقول لهم اللي انا مش هقاتل تاني، وبنلاقيه قلب الحلبة الى مجزرة وقتل الخصم بتاعه وضرب الامن كله. وبالرغم ان القتال خلص لكن سيونغ بيكون قاعد من عظمة القتال وبيقول اللي انا لازم اشوف مباريات اكتر لايان. نرجع بقى لايان اللي بياخد الفلوس بتاعته وبيقول اللي انا مش هقاتل تاني، لكن مدير المباراة بيقول له اللي انت عملت مشاكل كتيرة، قتلت الخصم بتاعك وضربت الامن وصاحب الحلبة هيكون عاوز ينتقم منك. فايان بيقول له اللي انا ما يهمنيش كل ده وبياخد بعضه وبيمشي، وبنلاقي رئيس العصابة مستنيه بره وبنعرف اللي هو عاوز يسرق شنطة الفلوس من ايان، وبنلاقي حد داخل على ايان وبيطلع سيونغ، فايان بيقول له انت مين؟ فبيقول له اللي انا كنت بتفرج عليك وانت بتقاتل واعجبت بادائك. فايان بيمشي وبيسيبه وبيقول له اللي انا مش هقاتل تاني. فسيونغ بيسمع صوت جنبه وبيبص بيلاقي موتوسيكل وبنلاقيه سرق شنطة الفلوس من ايان وهرب. فسيونغ بيقول دي فرصتي علشان اقرب من ايان، فبيروح عند ايان وبيقول له ما تقلقش انا همسكهم لك. وطبعا صاحب الموتوسيكل ده بيكون قائد العصابة وبيسمع صوت وراه وبيطلع سيونغ ولسه بيسأل نفسه هو عاوز مننا ايه الشخص ده، فبيطلع مسدس وبيضربه لكن لحسن حظه ما بتجيش فيه وبيفقد توازنه وبيقع. فصديقه بيشوف قائده فبيقرر يقف ويروح له، وبينزل سيونغ من العربية وبيمسكه زي الخروف وبيرميه، ولسه قائد العصابة بيقول له انت مين؟ فبيضرب فوق دماغه بالمسدس وبيقول له لو انت فضولي انا هقتلك واقول لك انا مين. وصديقه لما بيشوف ان سيونغ معاه مسدس فبياخد بعضه وبيجري، فسيونغ بيقول له اللي انا مش هقتلك لو انت اديت لي معلومات، وبيقول له انت ليه سرقت شنطة الفلوس من ايان ومين ايان ده وتعرف ايه عنه؟ فبيقول له اللي انا خدت الفلوس دي علشان كل شوية والد ايان بياخد فلوس مننا وما بيرجعهاش. فبيفهم سيونغ اللي ايان بيقاتل علشان يسدد ديون والده، فبيقول اللي انا عاوز اشوف مباريات اكتر لايان، وبياخد شنطة الفلوس وبيولع فيها كلها
وبيرجع لأيان وبيقول له ان العصابة هربت بالفلوس، وبيقول له لو انت محتاج فلوس خد الكارت ده وكلمني في اقرب وقت. وبعد كده بياخد بعضه وبيمشي. فأيان بعد ما بيمشي بياخد الكارت بتاعه وبيقطعه، وده علشان ما بيكونش واثق فيه. وبيجي تاني يوم وأيان بينزل علشان يلاقي وظيفة جديدة، وده علشان يسدد ديون والده الجديدة. فبيبص بيلاقي سيون وبتقول له اوعى تكون مش فاكرني. فبيقول لها لا المرة دي انا فاكرك انتي سيون. وبيقول لها اللي احنا لازم نتقابل بعد الجامعة لكن ما تقوليش لحد. فصديقة سيون بتقول لها اللي احنا لازم نخرج النهاردة، لكن سيون بتقول لها مش هينفع النهاردة، وما بترضاش تقول لها عن السبب علشان أيان قال لها ما تقوليش لحد. فبتقول لها علشان انا عندي موعد مع شخص ما. فبيجي أيان وبيقول لها يلا يا سيون علشان نخرج. ايه ده؟ فبتقول له انت مجنون، انت مش قلت لي ما تقولش لحد؟ المشكلة اللي كلهم بيصدقوا اللي هم في موعد مع بعض. فبتاخده وبتمشي قبل ما اصدقائها يفهموها غلط. وبنعرف اللي هو واخدها علشان عاوز يأجر منزل لوحده، وده علشان هو ما بيفهمش في الحاجات دي وهي خبرة اكتر منه. والسبب اللي هو عاوز يأجر منزل لوحده علشان مش عارف يعيش مع والده، وده طبعا علشان والده بيشرب ودايما ما بيكونش في وعيه. ولما بيخلص اليوم بيجي يمشي أيان، لكن سيون بتقول له اللي انا جعانة. انت يا بنت عبيطة، ايه اللي اكل واشرب وانا جاي اغذيكي؟ انا مالي، ما تدفعي في بيتكم. وبتدخل المطعم وبتطلب اكل وبياكلوا وهم مبسوطين. وبعد الاكل بيروحوا يقعدوا في حتة هادية وبيقعدوا يتكلموا وهم مبسوطين وبيتعرفوا على بعض اكتر، وكل واحد بيحكي للتاني حكاية من عنده. وأيان لأول مرة بيبتسم بجد. نرجع بقى لسيونغ اللي ما بيلاقيش اي اتصال من أيان، وبيكون زعلان جدا علشان عاوز يتفرج على قتال تاني لأيان. وكذلك اخوه هانول بيكون زعلان علشان عاوز يقاتل أيان ومش لاقيه. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ نرجع بقى للعصابة اللي بيخاف جدا من سيونغ علشان بيكون معاه مسدس، وبيقرر ما يقربش لأيان تاني خالص. نرجع بقى لمدير المباراة اللي كان مع أيان واللي كان بيتضرب من شخص، وبنعرف ان الشخص ده هو صاحب الحلبة، وبيكون عاوز يوصل لأيان علشان ينتقم منه، وده علشان أيان ضرب كل اللي على الحلبة. وبيصوروا وبيهددوا وبيقوله لو عرفت اخبار عن أيان قولي. فبيستناه يمشي وبيتصل بهيوكو وبيقوله حظ أيان اللي صاحب الحلبة بيدور عليه وعاوز ينتقم منه. نرجع بقى لأيان وأصدقائه اللي لسه مخلصين جامعة، وبيلاقوا عربية فخمة جدا وقفت قدامهم. حرفيا كل طلاب الجامعة بيستغربوا من فخامة العربية، وبيطلع منها سيونغ وبيسلم على أيان. وطبعا أصدقائه بيستغربوا ازاي أيان يعرف شخص غني كده. وبالله أصدقاء أيان بيطلبوا منه اللي هم يدخلوا جوه العربية. يا أخي تبا لأحلام البسطاء. نرجع بقى لأيان اللي بيقول له انت عرفت مكان جامعتي ازاي وعاوز مني ايه. وطبعا هو بيكون عارف المعلومات دي من قائد العصابة، فما بيردش عليه وبيقول له اللي انا جاي هنا علشان اطمن عليك. وسيونغ ما بتكونش مستريحة للشخص ده وبتقول هو يعرف أيان منين. نرجع بقى لوالد أيان اللي بيكون سكران على الاخر ورايح منزله، ولما بيفتح بيلاقي صاحب الحلبة جوه منزله. فبيقول له انت مين، وبيفتكر اللي هو استلف منه فلوس وما سددهاش. فبياخد بعضه وبيجري، لكن بيمسكه من شعره وبيدخله بيته وبيضربه بنية واحدة وبيفقد الوعي. وبيعرف اللي ده والد أيان، وبيقول ازاي عنده ابن قوي جدا وهو بالضعف ده. نرجع بقى لأيان اللي بيكون مروح بيته، لكن بيلاقي سيونغ ماشي وراه. وطبعا سيونغ بيكون عاوز يعرف مكان بيته لسبب ما هنعرفه قريب. فأيان بيزهق منه وبيقول له انت عاوز مني ايه. فبيقول له اللي انا عاوزك تقاتل، لكن قتال مختلف، قتال واحد ضد واحد حتى الموت. وبيقول له انا اخترتك انت بالتحديد علشان انت قوي جدا. لما شفتك ضربت كل اللي على الحلبة وكنت بتبتسم، وده دليل انك متعطش للدماء. وبيقول له انا عاوز موهبتك. لكن أيان بيزق ايده وبيقول الولد ده شكله مجنون، وبيمشي وبيسيبه. وبيروح اخيرا منزله وبيلاقي حد بيمسك ايده، وبيطلع يوكو وبيقول له خلي بالك انت في خطر. وبالله مرة واحدة حد بيفتح الباب وبيطلع صاحب الحلبة، فيوكو على طول بيضربه في وشه. وأيان طبعا ما بيكونش فاهم حاجة، فبياخد أيان
ايان وبيجري، وايان بيحاول يفهم منه اي حاجة، لكن هيوك بيقوله ان مفيش وقت هشرح لك، المهم دلوقتي تهرب منهم. فبالله عربية بتيجي وبتطير هيوك، فايان بيسمع صوت وراه وبيلاقي صاحب الحلبة بيزقه جوه العربية وبياخدوا ايان وبيمشوا، لكن لحسن حظ هيوك ما بيحصلهوش حاجة وبياخد ايان وبيكون عاوز ينتقم منه على كل اللي هو عمله، وما بيكونش مصدق اللي ايان عمل كل ده لوحده، علشان بيكون شايفه عيل صغير وضعيف، وبيقوله علشان اعوض الخسارة اللي انا خسرتها بسببك هبيعك لحلبة الزومبي فايت، وهتعرفوا ايه الزومبي فايت ده لكن بعدين، بس برضه هتاخد عقابك مني. وبيكون معاه حديدة في ايده وبيفضل يضربه بيها لغاية ما بيلاحظ ان ايان ما بيتحركش، وبيسأل اتباعه هو مش بيتحرك ليه، فبيشوفوه وبيلاقوه ما بيتنفس، وكمان النبض بتاعه مش شغال، حرفيا بيكون عامل زي الجثة الميتة، وبنعرف اللي ده فخ من ايان. وما تسألنيش ازاي، بس بيكون عنده القدرة اللي هو يوقف قلبه، وبيستنى الوقت المناسب وبيشغل قلبه تاني، وبيكون هدفه اللي هو يروح عند السواق، وده علشان تفقد توازن العربية وتتقلب ويعرف يهرب. وبالفعل بتنجح خطته وبيطلع بره العربية، وبيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيلاقي صاحب الحلبة متعصب منه. نرجع بقى لهانول المجنون اللي بنعرف اللي هو راح الحلبة علشان يدور على ايان، وبيعرف من واحد شغال هناك ان صاحب الحلبة بيدور على ايان علشان ينتقم منه، فبيتحمس اكتر لمواجهة ايان، وبيقول اللي انا كنت عارف اللي ايان ده مش سهل. ولما بيسأل على مكان ايان بيقول له معرفش، فبيهدده اللي هو يقتله، فبيقول له على مكانه، فبياخده بالعافية علشان يروح للمكان. نرجع بقى لايان اللي بيقرر يهرب من صاحب الحلبة علشان بيعرف اللي هو قوي جدا ومستواه متقدم عنه بكتير، لكن بنلاقيه بيجري بسرعة كبيرة وبيضرب ايان، فايان بيتجاهله وبيجري تاني، وايان بيلاحظ اللي هو سريع جدا وكان رايح يضربه لكن بيتفاداها، وايان بيقول اللي انا مش هقدر اهرب منه وما عنديش حل غير القتال. وبيسمع كلام هيوك وبيقول اللي انا لازم اخلص القتال في اسرع وقت، وبيضربه في وشه وبعديها ضربات كتيرة، وايان بيلاحظ اللي هو ما بيأثرش فيه حاجة، وبيضربه ضربة واحدة حرفيا بيطيره، وبيقول لايان اللي انت لسه مبتدئ ومش هتقدر عليا. فايان بيتعصب منه وبيخلع الجاكيت وبيروح يضربه في وشه وبعديها ضربات كتيرة، لكن المرة دي بتكون ضرباته اجمد بكتير، فبيضحك صاحب الحلبة وبيقول له اللي انت لسه ضعيف، وبيضربه ضربة في ظهره، لكن ايان بيجيله فكرة. نرجع لهانول اللي الشخص كان بيسأله وبيقول له انت تعرف صاحب الحلبة منين، وبيقول له اللي انا كنت بقاتل لكن هو وقفني وبيقول لي اللي انت ممنوع من القتال، فبيضربه في وشه وبيتصدم، وبيلاقيه حرفيا ما اثرش فيه اي حاجة، فبيمسكه وبيحاول يوقعه برضه ما بيقدرش، وبيضربه ضربات كتير لكن بلا فايدة، فبيقول ان الشخص ده قوي جدا، فبيزهق منه وبيمشي وبيسيبه، وبيقول كنت حاسس اني بحارب حجر عملاق ونقطة ضعف الحجر هو الحديد علشان يتكسر. نرجع بقى لايان اللي بيكتشف ازاي يقدر عليه، وبيضربه بالكوع فوق عينه وبيعوره، واخيرا قدر يكسر الحجر. وهانول بيوصل وبيلاقي ايان بيقاتل صاحب الحلبة، وحرفيا بيستغرب جدا لما بيلاقي ايان هو اللي بيضرب مش بيتضرب، فبيمسك ايان وبيرميه على الارض جامد، وده علشان يلحق ياخد نفسه، لكن بيلاقيه قام تاني وبيضربه بالكوع في وشه، وهانول بيكون بيتفرج وهو مستمتع، وبيلاحظوا اللي فيه شخص جاي بالعربية وبيطلع هيوك، وبيبص بيلاقي ايان بيقاتل مع صاحب الحلبة، وصاحب الحلبة في اول المباراة كان هو المفترس وكان بيجري ورا ايان علشان يقتله، لكن دلوقتي بقى هو الفريسة وايان هو المفترس، وحرفيا بيكون خايف منه وبيضربه بالكوع في وشه، وبيقع صاحب الحلبة وبيقول له اللي انا هنتقم منك يا ايان. فايان بيمسكه من رقبته وبيكون عاوز يخلص عليه، وده علشان لو سابه عايش هيكون خطر عليه، وبالله ابن المجنونة ده بيقول له خلص عليه، لكن هيوك بيقول له انت كده هتودي نفسك في داهية، وايان ما بيكونش عارف يعمل ايه، يسمع كلام مين ولا مين، وبيظهر له روحه الشرانية وبيقول له خلص عليه علشان هو يكون خطر علينا، فبيقرر يسمع كلامه وكان رايح يخلص عليه،
لكن هيوك بيجري وبيزقه وبيقول له اللي انت كده هتبوظ حياتك وهتروح السجن، وبيقول له اللي انت لسه صغير وعندك حياة تعيشها، لكن انا اللي خلاص كنت هدفي اللي انا اساعد صديقي لكن معرفتش، وصديقي مات بسبب صاحب الحلبة واللي زيه علشان بيخلينا زي التيران بننطح في بعض، وكل ده علشان الفلوس. وبيطلع سكينة وبيقول انا اللي هخلص عليه علشان انتقم لصديقي، وبالفعل بيروح وبيخلص عليه. وبيبص لأيان وبيقول له ما تعيش حياة حزينة، كأن عارف قد ايه أيان من صغره عايش حياة حزينة. وبيقول له انا قلت لك قبل كده ما تقاتلش وانت ما سمعتش كلامي، لكن المرة دي انت فهمت كل حاجة. وبنلاقي هانول بياخد أيان وبيروح عند العربية، وده طبعا علشان يقاتل أيان. نرجع بقى لسيون اللي بتلاقي عربية بوليس قدام منزلها، وبنعرف اللي فيه جريمة قتل، وبيكون والد سيون قتل زوجته، لكن سيون ما بتكونش مصدقة اللي والدها يعمل كده، وبيكون جريمة القتل دي مرتبطة بصاحب الحلبة. وبيحققوا مع والد ايان علشان بيعرفوا اللي هما كانوا جايين لابنه، وسيون بتقول مستحيل والدي يعمل كده، انا لما دخلت عليه لقيته منهار وزعلان جدا. وفاكرين لما ايان قلب العربية وكان اتباع الراجل ابو حلبة فاقدين الوعي، فبيحققوا معاهم لكن هم كانوا فاقدين الوعي. وبنعرف اللي هيوك اعترف اللي هو قتل صاحب الحلبة، وده علشان ما يوديش ايان في داهية. وبيقول اللي فيه حاجة مخفية في الموضوع لكن ما بيعرفوش ايه هي. فسيون بتروح تسأل والد ايان عن ابنه، لكن هو بيقول لها انا ماليش دعوة بيه، هو كبير وناضج وعارف هو بيعمل ايه. نرجع بقى لايان اللي بيكون في حالة لا يرثى لها، وده طبعا علشان كان بيقاتل صاحب الحلبة. وبنلاقي ابن المجنونة هانول بيضربه بالقلم وبيقول له ما تموتش انا عاوز اقاتلك. فبيلاقي محفظة ايان وجواها البطاقة بتاعته، فبيقرر ياخد البطاقة معاه علشان يعرف يوصل تاني لايان. وبينزله من العربية وبنعرف اللي هو نزله قدام مستشفى، وده طبعا علشان بعد ما يتعالج يعرف يقاتله. فبيرجع البيت وبيكون اخوه موجود، وبيسأله انت لقيت الولد اللي انت عاوز تقاتله؟ فبيقول له اللي انا لقيته لكن هو دلوقتي متصاب، لكن خدت البطاقة بتاعته. ولما سيونغ بيشوف البطاقة بيتصدم، وبيعرف اللي طوال الوقت ده كانوا هما الاتنين بيدوروا على نفس الشخص، وبيسألوا على مكان المستشفى وبيقول له عليها. وبنعرف اللي هانول شخصية غبية جدا عكس سيونغ اللي بيكون ذكي جدا، وبيقول ان الموضوع دلوقتي بقى سهل جدا، وأيان هيكون في حوزتي قريب، شكله كده مش ناوي على خير ابدا. نرجع بقى لسيون اللي بتكون في البيت وما بتكونش عارفة تعمل ايه، وبتسأل نفسها والدها راح فين. نرجع بقى لأيان اللي بيصحى بيلاقي نفسه في المستشفى، وسيون بتكون جنبه وبتقول له انا جالي اتصال من طبيب هنا وعرفت انك في المستشفى. وبتسأله ايه اللي حصل معاك، وبتقول له المرة اللي فاتت لما جبتك المستشفى انت كذبت عليا وقلت بسبب الشغل انا رحت المستشفى، لكن انا ما كنتش مصدقاك. وبتزعق فيه وبتقول له المره دي يقول لي الحقيقه، وبتتاسف اللي هي اتعصبت عليه وبتحكي له اللي حصل معاها. وبتقول له لما جالي اتصال انك في المستشفى رحت اقول لوالدك، لكن والدك ما بيرضاش يروح حتى علشان يطمن عليك. فبتستغرب جدا من ردة فعله البارده، وبتفهم ليه دلوقتي انت على طول هادي بسبب معامله والدك ليك، وانت في الحقيقه مش هادي، انت متدمر نفسيا. وبتديله التليفون وبتقوله ان الشرطة اعلنت ان والدي اتهجم على امي وخلص عليها، لكن بتقوله انا لما دخلت البيت لقيت والدي منهار على امي، وده مش شكل قاتل نهائي. وبتقول انا مش مصدقة اللي والدي يعمل كده، ومن ساعتها وهي مش عارفة تتصرف ازاي ومفيش حد راضي يساعدها. فايان بيقول لها اللي انا اساعدك واقف جنبك. وبيجي الليل وايان كان رايح ينام لكن بيكون مبسوط، وده علشان ينام في مكان ما يكونش فيه والده علشان ينام بأمان. لكن بنلاقي مرة واحدة سيونغ قدامه، وبنلاقي أيان بيترمي في زنزانة، وهنا بتبدأ القصة الحقيقية. ده بقى المكان الملعون اللي اسمه الزومبي فايت اللي كنت بكلمكم عنه، وبيدخل عليه راجل عجوز وبيقول أهلا بالمقاتل الجديد. وبنلاحظ ان والد سيون
موجود في الزومبي فايت، وهنعرف ايه سبب وجوده هنا. وبيبدأ يفتكر وبيعرفنا ايه اللي حصل معاه بالظبط، وكان راجع هو وزوجته البيت. لكن انا بلاحظ حاجة غريبة، بتكون موجودة الروح الصغيرة ورا. تحس ان دي علامة من المؤلف اللي بيقول لنا اللي لسه فيه ارواح موجودة. نرجع بقى لابو سيون اللي بيرجعوا البيت وبيحس ان دماغه وجعاه جدا، وبيقول اخر حاجة كنت متذكرها ان زوجتي كانت بتحضر الاكل، واحنا بنفهم اللي هم ادوله برشامة الزومبي فايت وبقى متوحش وقتلها غصب عنه. وبيلاحظ منافس جديد معاه واللي هو ايان، لكن ما بيعرفش اللي هو صديق بنته، وبيكون اتصاحب على شخص في نفس عمره تقريبا، وده حرفيا هو بدون اسم، لكن احنا هنسميه سترونج يعني قوي، وهتعرفوا ليه الاسم ده بالتحديد بعدين. وبنعرف ان المخدر الزومبي فايت ده بيخلي الواحد يفقد الذاكرة تدريجيا، وبنلاقي مرة واحدة بيطلع غاز من كل حتة، وبيعرفوا ان على وشك بدء المباراة. وبنعرف ان الغاز ده بيخليهم يفقدوا الوعي علشان يودوهم حلبة القتال. وايان بيصحى بيلاقي نفسه مربوط على كرسي، وده نفس المشهد اللي كان في اول الفيديو خالص، وما بيكونش عارف هو جه هنا ازاي. وبيقول اخر حاجة انا فاكرها انا كنت في المستشفى وشفت سيونغ، وبعد كده مش فاكر حاجة. وبيدخل عليه الراجل عجوز وبيقول له جهز نفسك علشان انت المباراة القادمة. ولما بيسأله انا فين، بيقول له انت في مكان هتقاتل فيه فقط، يعني كلكم عايشين في زنزانة وكل زنزانة منفصلة عن التانية. وبيقول له اللي انا المسؤول عن كل حاجة هنا. وبيقول له لو في شخص خسر 3 مباريات بيكون مصيره الموت. وبيكون في مباراة مع ابو سيون وسترونج، وطبعا الاتنين ما بيكونوش في وعيهم علشان واخدين المخدر الزومبي فايت. نرجع بقى للراجل العجوز اللي بيقول له انت المتسابق اللي جاي، لكن ايان بيقول له اللي انا مش عاوز اقاتل تاني، انا وعدت صديق ليا بكده. فبيقول له ان القتال هنا مش بمزاجك، انت بتاخد مخدر وبيخليك متوحش، وهو ده المخدر اللي هم بياخدوه اللي بيخليهم زي الوحوش بيضربوا بعض، حرفيا بيكونوا عاملين زي متعطشين الدماء وبيضربوا بعض بكل وحشية. ولما تأثير المخدر بينتهي بيفقدوا الوعي، ولما بيصحوا بيلاقي نفسهم تاني في الزنزانة، وما بيكونوش فاكرين ايه اللي حصل في القتال. وكل اللي هو فاكره اللي هو كان بيلاعب ابو سيون، وبيقول له هل انت بخير؟ وبيقول له اللي انا قلقان جدا عليك عشان انا دراعي كله دم. فبيقول له انا كويس. وبنلاحظ اللي كل جسمه مليء بالجروح، وبيكون ايان خد المخدر وبيفقد الوعي وبيرميه على النقالة علشان يوديه حلبة القتال، وبيبدأ مفعول المخدر يشتغل. وبنلاحظ ان العروق بدأت تيجي في كل جسمه وبتكون شكل عضلاته اكبر. فبيقوم بيلاقي منافس قدامه وبيلاقي نفسه في حلبة قتال وبيكون فيها جماهير. وطبعا انتم بتكونوا عارفين ان الجماهير دي بتدفع فلوس كتيرة علشان تشوف قتال متوحش زي ده. وطبعا بنكون عارفين ان ايان عنده قدرة استحمال قوية جدا لدرجة اللي هو بيستحمل المخدر وبيكون لسه في وعيه، وبيلاقي المنافس رايح يهجم عليه لكن بيتفادى كل الضرب وما بيرضاش يقاتل. والجماهير كلها بتستغرب، حتى الراجل العجوز بيقول هو المخدر لسه ما تفاعلش جواه ولا ايه. وبيكون رايح يضرب ايان في وشه لكن بيمسك دراعه، وبيلاحظ ان في كاميرا بتصوره، وطبعا الكاميرا دي بيشاهدوا سيونغ منها. فبيوقعه وبيبص على الكاميرا وبيفهم كل حاجة، وبيقول ان سيونغ حاول يتقرب مني علشان يجيبني هنا ويشاهدني وانا بقاتل، لكن بيعاند فيه وبيقول اللي انا مش هقاتل واحاول اهزم خصمي بدون ان اذيه او اقتله. وبيتزحلق وبيضرب خصمه على الكاميرا وبيكسرها. والراجل العجوز بيلاقي رسالة من سيونغ بيقول له اللي مش هي دي المباراة اللي انا كنت مستنيها، وايان خليه يقاتل كل يوم لغاية ما يقاتل غصبا عنه. بنعرف اللي هم 5 اشخاص. الاول اللي بنعرف اللي هو فرد من افراد عصابة وبيكون عمره 31 سنة ولعب 5 مباريات كسب منهم 3. والتاني بنعرف اللي هو موظف وعنده 42 سنة وبيكون لسه جديد ما لعبش غير مباراة واحدة وخسرها اللي هي بتاعت ايان. والتالت اللي حرفيا ما بيكونوش عارفين اي حاجة عنه ولا اسمه ولا سنه، كل اللي عارفينه عنه اللي هو كان جندي او عسكري ولعب 124 مباراة
وكسبهم كلهم. وطبعا انتم عرفتوا ليه دلوقتي انا سميته سترونج. والرابع ابو سيون اللي بنعرف اللي اسمه لم، وعنده 46 سنة ولعب 21 مباراة وكسب 20 مباراة وخسر واحدة بس، والواحدة دي ضد سترونج. والاخير ايان اللي عنده 20 سنة ولعب مباراة واحدة وكسبها. وطبعا كان في منافسين كتير، لكن اللي بيخسر 3 مباريات بيتم اقصائه. ولسه بيقول لهم القواعد واللي كل يوم هيكون في مباراة. فرجل العصابات بيعامله بطريقة وحشة وبيقول له اللي انا عاوز اخرج من هنا، وبيكون متعصب منه فبيتف عليه، فبيطلع بتاعة كهرباء وحرفيا بيخليه ينور، وبيقول له لو اتكررت تاني هيكون العقاب مختلف. وبيروح قدام ايان وما بيكونش عارف ايه السبب اللي خلى ايان يكون في وعيه في المباراة. ولما بيسمعوا ده بيستغربوا جدا. فابو سيون بيسأل ايان وبيقول له انت ازاي كنت في وعيك؟ لكن ايان ما بيردش عليه علشان ما بيكونش واثق في اي حد هنا. وبنلاحظ ان في حد بيراقب ايان، وهنعرف مين الشخص ده لكن بعدين. فسترونج بيقول لايان اللي احنا جينا كلنا هنا بغير ارادتنا، يعني جينا بالقوة كأننا مسجونين. فاللي كان بيقاتل ايان بيقول اللي انا فاكر شوية من اللي حصل في المباراة قبل ما افقد السيطرة بشكل كامل. وبيقول ان ايان كان بيحاول يتجنبني وكان مش راضي يقاتلني. وبيشكر ايان، وبنلاحظ ان الشخص ده جبان جدا. فوالد سيون بيكلم ايان وبيقول له اللي احنا لازم نتكلم مع بعض، وده عشان المخدر بيخلينا نفقد الذاكرة تدريجيا، فلازم نذكر بعض بذكرياتنا. وبيقول علشان نهرب من المكان الملعون ده لازم نتعاون مع بعض. فايان بدأ يثق فيه وبيبدأ يحكي هو، وبيقول ان في شخص بدأ يتقرب مني وكان اسمه سيونغ، وهو المسؤول عن كل حاجة. نرجع بقى لأبو أيان اللي بيكون مقضيها في الديسكو وناسي ابنه خالص. وبيكون سيون قلقان على أيان وما بتكونش عارفة هو راح فين. وبرضه هانول بيكون متعصب جدا علشان أيان بيختفي فجأة. وطبعا سيونغ هو المسؤول عن اختفاء أيان. نرجع بقى لأبو أيان اللي أخيرا بيفتكر اللي عنده ابن، وبيقول هو بقاله أيام ما بيجيش المنزل ليه. فبيدخل الحمام وبيلاقي جنبه رئيس العصابة، وبيقول له اللي انت ما تستاهلش ابن زي أيان. فبيمسك دماغه وبيكسر بيها الازاز، وبيقول له ان ابنك فضل يعاني من صغره بسببك، وانت كنت بتعامله اوسخ معامله. وبالرغم كل ده وهو برضه كان بيساعدك وبيحاول يسدد ديونك، لكن ما بيردش عليه وبيقول له ارجوك ما تقتلنيش. وبيرجع البيت وهو حرفيا خلصان خالص، وبيلاقي على الترابيزه حبوب شكلها غريب. وبنلاقي سيون بتكلمه وبتساله على ايان، لكن هو بيقول لها هو مشي ومعرفش راح فين. وبتلاحظ ان في حد واقف جنبه، ولما بيبص بيلاقي شخص غريب واحنا هنسميه الراجل الاسود. فطبعا بيسأله انت بتعمل ايه هنا؟ وبنلاقي سيون بتقول انا حاسه ان انا شفت الراجل ده قبل كده. وبتفتكر وبتقول ان انا كنت راجعه من الجامعه ولقيت الراجل ده واقف قدام بيتي، وكنت بتساءل هو واقف بيعمل ايه. لكن بتقول اللي هو يمكن مستني شخص من المبنى. ولما بترجع البيت بتلاقي والدها ماسك امها وزعلان جدا عليها، ووالدها بيطلع بره جري كأنه عاوز يمسك حد. وهي طبعا بتلاقي امها في الحالة دي فبتتصل بالاسعاف، وبتلاحظ ان الشخص ده بيكون باصص عليها وبعد كده بيهرب، وهي ما بتكونش فاهمة حاجة. وبتقول اللي انا متأكدة ان الشخص ده ليه علاقة بقتل امي. وبنلاقي الشخص مسك ابو ايان وبيحاول يأكله الحبوب بالعافية كأنه عنده اوامر اللي هو يخلص منه. وبعد ما بيأكله الحبوب بيقرر يخلص على سيون. فسيون بتتوتر وبتكون خايفة ومش عارفة تتصرف ازاي. فبتفتح عينيها وبتلاقي شخص داخل عليها، وبيطلع هانول وكان بيدور على ايان في المنطقة اللي هو ساكن فيها. فبتقول له ارجوك ساعدني. فهانول بيبص عليها وبيفتكرها بتشحت، فبيأكلها الهمبرجر وبيقول لها ان انا ما معيش فلوس دلوقتي. وبيلاحظ ان الشخص اللي لابس اسود كان رايح يهجم عليه، لكن بيتفاداها بسرعه كبيره وبيقول له اللي انت بطيء جدا. وبيقوم الشخص اللي لابس اسود وبيكون هدفه اللي هو يخلص على سيون. فهانول بيفهم كده وكان رايح يهجم على سيون لكن بيضربه، وبيضربه واحده تاني وحرفيا بيطيره. وابن المجنونه بيكون مستمتع على الاخر وعاوز يكمل القتال، لكن اللي لابس اسود بيعرف اللي هو اقوى منه فبيهرب. وبنلاقي سيون بتروح عند والد ايان علشان تطمن عليه، ولحسن الحظ
والد ايان بيرجع البرشام قبل ما يبلعه، وهانول بيلاحظ البرشام اللي على الترابيزه وبيقول اللي انا شفت فين البرشام ده قبل كده، فبيفتكر لما كان قاعد جنب اخوه وكان في صوره البرشام ده. فسيون بتقول له شكرا عشان انت ساعدتني، فبيقول لها اللي ده كان مجرد همبرجر، فبتقول له لا عشان انت ضربت الراجل اللي كان عاوز يقتلني، فبيقول لها اللي انا ما ساعدتش حد، ده كان رايح يهجم عليا فانا ضربته، وبيكون زعلان جدا علشان مش عارف يلاقي ايان. فسيون بتلاحظ اللي هو معاه بطاقه ايان، فبتاخد البطاقه وبتقول له ان الشخص ده مفقود وانا برضو بدور عليه، وبتقول اللي احنا لازم نتعاون علشان نلاقيه، وبتقول له علشان كل المواضيع مترابطه ببعضها. الشخص اللي لابس اسود اللي كان هنا ده كان موجود لما امي ماتت، وعاوزه اعرف مين الشخص الحقيقي اللي قتل امي، وبتقول علشان اوصل لكل ده لازما الاقي ايان. نرجع بقى لوالد سيون اللي كان بيكلم ايان وبيقول له اللي انا قتلت زوجتي لكن غصب عني، هم ادولي المخدر وكنت فاقد السيطره عن نفسي، وبيكون زعلان جدا علشان فاكر اللي بنته هتفتكر اللي هو قتل امها، وما بيكونش عارف اصلا بنته لسه عايشه ولا لا. فايان بيفتكر لما كان في المستشفى وسيون حكت له نفس الحكايه، وبيقول له ان صديقتي حكت لي نفس الحكايه بتاعتك، ان والدها قتل امها وهرب، لكن هي بتقول مستحيل والدي يعمل كده، وبتحقق في الموضوع وعاوزه تعرف مين القاتل الحقيقي، وبيقول عن اسم صديقته سيون. فبيتصدم من الكلام بتاع ايان وبيفرح جدا لدرجه اللي هو بيعيط، وده طبعا علشان ما يبانش في عين بنته اللي هو قاتل. وبيجي اليوم التاني وبيجي لهم الفطار، وبنلاحظ ان الشخص الغريب ما زال بيراقب ايان، وبنلاقي الدخان بيظهر تاني وبيعرفوا ان المباراه هتبتدي، والراجل بيمسك ايان علشان يوديه ياخد مخدر الزومبي، وايان بيكون لسه في وعيه وصاحي، وده طبعا علشان بيكون عنده قوة استحمال رهيبة، وبيحاول يحفظ شكل المكان اللي هو فيه، وبيدور على اي مخرج للهروب، وبيحاول يحفظ هو مشي في انهي اتجاه من ساعة ما خرج من الزنزانة لغاية الحلبة، وبيتظاهر اللي هو فاقد الوعي، وبيفتح عينه بيلاقي قدامه الخصم التاني اللي شغال في العصابة. وطبعا انت بتتساءل الواحد وهو تحت تأثير المخدر الزومبي فايت بيحس بايه؟ يعني مثلا خصم ايان اللي فرد من افراد العصابة ووالده مات من عصابة تانية، هو بقى بيشوف الشخص اللي قدامه هو اللي قتل والده، وبنلاقيه بيهجم على ايان، لكن ايان بيتفاداها وبيديله بالركبه في وشه، فبيتعصب من ايان وبيضربه ضربات كتيره، لكن ايان بيصدهم كلهم، وبيقول اللي هو عاوز ينهي المباراه دي بسرعه، فبيضربه ضربه قاضيه وبيقع حرفيا ما بيتحركش. لكن ايان بيكون عارف ان المباراه لسه ما انتهتش، وبيقول ان في المباراه السابقه لما ضربت الخصم كنت فاكر ان المباراه انتهت، لكن بيقوم وبيكون اقوى بكتير، حرفيا بالله عضلاته كبرت وبقى شكله مرعب اكتر. وايان بيستنتج اللي بياخد المخدر وبيتضرب بيكون اقوى، وبيبص بنلاقيه حرفيا بقى عامل زي الزومبي، وبيشوف ايان هو اللي قتل والده، ووالده بيقول له انتقم وخلص عليه، فبيتعصب من ايان وبيدخل عليه بسرعه جنونيه وبيضربه ضربه، لكن ايان بيصدها وحرفيا دراعه بيورم، فايان بيضربه في وشه لكن ما بيأثرش فيه حاجه، وبيمسك ايان وبيفضل يزقه لغايه اما بيخبطه في الحاجز، وبنلاقيه بيرفع ايان وبيدبه على الارض وبيفضل يضرب فيه بكل وحشيه، فايان بيمسك رمل وبيحدفه في عينه، وبيستغل اللي هو مش شايف وبيحاول يخنقه، وده الحل الوحيد علشان يفقد الوعي ويرجع لطبيعته. وبالفعل بيفقد الوعي وايان بيكسب المباراة التانية، وبيشيل ايان علشان يوديه الزنزانة بتاعته، لكن ايان بيتظاهر اللي هو فاقد الوعي وبيدخله الزنزانة بتاعته، وبيكون مستغرب جدا من ايان، وبيقول ان في الطبيعي المخدر بيطلع الوحش اللي جواك، لكن ايان هو اللي بيتحكم في الوحش بتاعه. وبالرغم كل ده وبيكسب المباراة بكل سهولة، وكان سترونج بيلعب شخص وحرفيا ما بيخليش فيه نفس، وبكده يبقى كسب المباراة 125، وبنعرف اللي هو قتل خصمه. وسيونغ بيكون مستمتع بمشاهدة المباراة، وبيبص جنبه بيلاقي الراجل الاسود، وبنعرف ان الراجل الاسود طوال الوقت ده وكان شغال معاه، يعني كان مديله اوامر اللي هو يقتل والد ايان. وبنعرف ان الراجل الاسود ده مدمن مادة غريبة عاملة زي ادمان
وسيونغ بيكون بيذله بيها علشان يسمع كلام اوامره، وبيقول له اللي انت خالفت اوامري علشان ما قتلتش والد ايان. وكمان سيون شافت الموضوع وبيقول له اللي انت لازم تخلص عليهم هما الاتنين. وبنلاقيه مره واحده بينزله على ركبته وبكل تكبر بيدلق الماده الغريبه على الارض. وبالرغم ده لكن الراجل الاسود بيشربها وبيرجع من حالته الادمانيه لحالته العاديه. نرجع بقى لهانول اللي كان بياكل مع اخوه، وسيونغ بيلاحظ ان تليفون هانول بيرن وبيعرف ان دي سيون، وبيقول له ان دي صديقه جديده ولا ايه، لكن هانول بيقول له لا وبيتكسف وبيمشي. وبيقول له استمتع بوقتك معاها عشان كده كده خلص عليها قريب. وبيقابل سيون وبتقول له اللي انا لقيت الجهاز ده في منزل ايان، فبيقول لها ان الجهاز ده بيستعملوه لعيبه قتال الشوارع. فطبعا بتستغرب وبتعرف ليه دلوقتي ايان كان كل شويه بيدخل المستشفى، وبتقول اللي احنا لازم نوصل لاي حد شغال في قتال الشوارع علشان نعرف نلاقي ايان. فبيوديها مكان لقتال الشوارع وبيلاقوا مدير المباراه وبيسالوه عن ايان، فبيقول لها ان ايان كان عنده اعداء كتير علشان راح حلبة قتال ودمرها باللي فيها، او يمكن اي شخص قتله قبل كده، او يمكن حتى هانول علشان هانول كان عاوز يقتله. فهانول بيتعصب منه وبيضربه، فسيون بتتأسف له وبيقول لها ان في الاساس هانول قتل شخص قبل كده وبيدور على ايان لنفس السبب. فسيون بتتأكد منه فبيقول لها ايوه قتلت شخص قبل كده، وبيبدأ يتكلم عن مباراة وقد ايه كانت حماسية. وبيقول لها اللي انا عارف شخص عنده معلومات عن ايان، لكن بيقول لها انت هتيجي لوحدك عشان هانول بيسبب مشاكل. وبتروح لوحدها وبتسيبه لوحده. وركزوا في الحتة دي علشان مهمة. وبيرجع البيت لكن ما بيلاقيش حد فيه، وبيلاقي اللابتوب بتاع اخوه مفتوح، فبيبص فيه وبيتصدم. بيلاقي عليه صورة لبيانات ايان، وبيعرف ان ايان محتجز في حلبة الزومبي فايت. وبيفهم ليه دلوقتي اخوه كان بيسأل عن المستشفى اللي ايان كان فيها. وبيقلب في الصور وبيلاقي صورة صاحب الحلبة، وبيعرف اللي هو طوال الوقت ده كان شغال عنده. وبيفتكر لما كان هيقاتل صاحب الحلبة لكن صاحب الحلبة مرضاش يقاتله، وده علشان كان شغال عند سيونغ. وبيقلب في الصور تاني وهنا كانت الصدمة، بيلاقي صورة مدير المباراة، وفي البداية خالص بيقعدوا جنب سيونغ بالتحديد، وده علشان يوريله ايان ويبيعوا ليه، وكان طوال الوقت ده متحالفين مع بعض. نرجع بقى لمدير المباراة اللي بيدخل سيون مكان غريب وبيكون فيه سيونغ، وطبعا بتتصدم علشان شافته قبل كده. نرجع بقى لهانول اللي بيكون متعصب جدا من اخوه، وسيون بتسأله أسئلة كتير زي انت تعرف ايان منين واخر مرة اتقابلته امتى. وبيقول لها انت شكلك كده عندك أسئلة كتيرة. فبيقول لها انت بتدوري على ايان ليه؟ فبتقول له علشان احنا اصدقاء. فبيقول لها يعني مش علشان والدك مفقود؟ فبتستغرب وبتقول له انت عرفت منين؟ وبتتوقع ان سيونغ ليه علاقة بالراجل الاسود. وبيقول لها ان والدك قتل امك، وكل الدلائل بتقول كده. البصمات اللي كانت على والدتك كانت بصمات والدك، وحتى بصماته على السكينة. فبتتعصب وبتقول له ان والدي مش قاتل، وبتقول انت تعرف كل المعلومات دي منين؟ فبيقول لها الحقيقة اللي انا اللي محتجز ايان ووالدك. فبتقول له ليه؟ ايه السبب اللي يخليك تعمل حاجة زي كده؟ فبيقول لها علشان المتعة. وبيجي لنا فلاش باك لسيونغ وبنعرف قصته من وهو صغير وهو بيحب يلعب بالحشرات، وبيخليهم يقتلوا بعض حتى الموت، وزهق من الحشرات والموضوع تطور معاه وبقى بيخلي الحيوانات هي اللي تقاتل بعض، وزهق من الحيوانات وبقى بيخلي البشر هم اللي يقاتلوا بعض. وبيقول لها ان مفيش امل ان والدك وايان يرجعوا، ولو خايفة على نفسك اهربي. وبيمشي وبيسيبها، لكن مدير المباراة بيقول له مش خطر علينا اللي هي تعرف كل المعلومات دي وتسيبها؟ فبيقول له كده كده الراجل الاسود هيقتلها. وسيون حرفيا بتفقد الامل وما بتكونش عارفة تتصرف ازاي وازاي تساعد ايان ووالدها. نرجع بقى لهانول اللي بيوصل عند اخوه وبيقول له انا عرفت كل حاجة وعرفت ان ايان معاك. وبيقول له اللي انا اروح حلبة الزومبي فايت واجيبه من هناك. لكن سيونغ بيتصدم وبيقول هو عرف منين موضوع حلبة الزومبي فايت؟ وبنعرف ان سيونغ بيدي لاخوه مخدر بيخليه يفقد الذاكرة، ولسبب ما هنعرفه بعدين، لكن المخدر ده مفعوله بدأ يتلاشى وبيبدأ يتذكر. وبيقول له اللي انا اروح الشركة بتاعتك وهجيب ايان من هناك.
وبنعرف ان سيونغ عنده شركة وفيها مكان سري، والمكان السري ده هو اللي فيه حلبة الزومبي فايت. وهانول بيوصل الشركة وبيقول لهم افتحوا الباب، لكن بيستغربوا وبيقولوا هو مين الشخص ده؟ فبيمسك حجر كبير وبيحدفه على الازاز، وبيضرب 2 في لمح البصر، وبينط وبيضرب 3، فبيجي اقوى واحد فيهم وبنعرف اللي هو ملاكم، وبيدخل على سيونغ بسرعة جنونية، لكن سيونغ رايح يضربه برجله بس بيصدها وبيوقعه، بس بيمسك نفسه في اخر لحظة وبينط فوقيه وبيضربه بالكوع في وشه. نرجع بقى لمدير المباراة اللي كان بيكلم سيونغ وبيقول له اللي هانول يمكن يكون خطر على الشركة، وبيجي لنا فلاش باك عن هانول، وبنعرف ان من صغره كان طفل عبقري وكان بيجيب الدرجات النهائية، لكن بيعمل حادثة وكل حاجة بتتغير. يعني الحادثة أثرت على دماغه وخلته شخص تاني، وبقى بيحب قتال الشوارع، بيكون قوي جدا ومخسرش ولا مباراة. نرجع بقى لهانول المجنون اللي بيهزم خصمه القوي وبيدخل على التانيين وبيقضي عليهم كلهم، وبيفوق واحد وبيسأله عن مكان الحلبة، فبيقول له المكان السري في المصعد الثالث، وبالفعل بيدخل المصعد معاه علشان بتكون بباسورد. نرجع بقى للي شغال في العصابة وبنعرف اللي هو خسر مباريتين، ولو خسر التالتة هيكون مصيره الموت. وبنلاحظ ان الراجل العجوز بيديله جرعة زيادة، وده علشان يكون اقوى، وده علشان خصمه بيكون سترونج. وبنلاحظ ان شكله بيكون متغير 180 درجة، وبيبدأ سترونج القتال بضربة في وشه، لكن ما بيأثرش فيه حاجة وبيبتسم، وبيمسكه وبيطيره بكل سهولة، وبيفضل يضربه كذا ضربة في وشه، لكن سترونج بيبدأ يتعصب وبيتحول لهيئته الوحشية، وبيدخل صباعه في عينه وبيتألم من كتر الوجع، لكن سترونج بيلف وراه وبيضغط ناحية عينه، وبيعمل الفينش بتاعه اللي بنعرف اللي هو بيخلي ايده عاملة زي السكينة، وبيضربه في رقبته وبينهي المباراة. حرفيا ما بيقدرش يكمل المباراة وبيقع. وبالله هانول كان بيتفرج على المباراة ومستمتع جدا، وبيقول اللي انا عاوز العب مباراة زي دي، وبيلاحظ ان الراجل العجوز وراه وبيوقع في اخر لحظة، وبيقول له انت دخلت هنا ازاي؟ لكن هانول بيلاحظ حاجة، ان الراجل العجوز ده قوي جدا، وبيقول انا لو ما وعدتش من الضربة دي حرفيا كنت اموت، وبيتعصب منه وبيقول له اللي انا هقتلك. نرجع بقى لأيان اللي بيلاقي طفل قدامه، وطبعا بيستغرب جدا وبيقول هو بيعمل ايه هنا، وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ المكان هنا خطير. فبيقول له اللي انا عايش هنا، امي بتتعالج في المستشفى دي، وبيقول له انت والناس اللي زيك بيتعالجوا هنا. فأيان بيفهم اللي هم قايلين للطفل اللي دي مستشفى لسبب ما، والطفل بيسأل أيان بيقول له انت ازاي على طول مستيقظ كده؟ الناس التانية دايما مغمضة عينيها الا انت مفتحها طوال الوقت. فأيان بيستغرب وبيقول له انت عرفت منين؟ وبيقول له اللي انا دايما بكون في المواسير وبتفرج عليكم، وهو الشخص اللي كان بيراقب ايان. فايان بيسأله انت عايش مع مين هنا؟ فبيقول له اللي انا عايش مع جدي. وبنعرف ان الراجل العجوز ده متبني الطفل لسبب هنعرفه بعدين. فايان بيفكر وبيقول اللي انا يمكن استغل الطفل ده ويكون سبب في اللي احنا نهرب من هنا، وده طبعا علشان الطفل بيقدر يتنقل في المكان كله بشكل سري. فايان بيقول له ايه رأيك نكون اصدقاء ونحكي الاسرار لبعض؟ فالطفل بيفرح جدا اللي هيكون عنده صديق. نرجع بقى لسترونج اللي بيصحى وبيستغرب جدا وبيلاقي نفسه لسه في حلبة القتال وما اتنقلش في الزنزانة، وبيبص بيلاقي الراجل العجوز بيقاتل هانول، وحرفيا بيمسك دماغه وبيرزعها على الارض، لكن بيستغرب اللي هو لسه ماسك في دراعه. فالراجل العجوز بيقول له انت كده هتموت، فبيضحك وبيقول له هنشوف مين اللي هيموت الاول. فبيتعصب منه وبينزل دماغه على الارض تاني، حرفيا دماغه بتجيب دم وبترجع له الذاكره، وبيبدأ يفتكر كل اللي حصل معاه. واخيرا بنفهم الحقيقة ونعرف مين الشيطان الحقيقي، وبنعرف ان هانول كان طيب جدا وبيحب يجمع الحشرات الطيبة وبيربيها كنوع من التسلية واللعب. لكن سيونغ بيكون عنده رأي تاني وبيكون عاوز الحشرات دي تقاتل بعض. وطبعا سيونغ ما كانش بيحب اخوه، وده علشان اخوه دايما بيكون متفوق عليه، فبيزق هانول وبيقع من على السلم وبيتخبط في دماغه وبيقع في البحر، وهنا بيفقد الذاكرة. وبنعرف اللي دماغه بعد كده بتوجعه بطريقة غريبة، وسيونغ بيقول لهم اللي هو عمل حادثة، وطبعا دي مش حادثة ولا حاجة، ده هو اللي زقه. لكن هانول ما بيكونش فاكر اي حاجة، واكيد دلوقتي عرفنا مين الشيطان الحقيقي. وبيوصل سيونغ وبيلاقي اخوه بين الحياة والموت، لكن
لكن بيكون لسه في وعيه وبيضرب دراع الراجل العجوز وبيبقى رايح يهجم عليه، لكن سيونغ بيوقفه وبيقول له كفايه لغايه هنا ويلا نرجع البيت. لكن ما يعرفش اللي هانول عرف كل حاجه وبيوعى ايده وبيقول له اللي انا عرفت كل حاجه، وعرفت ان انت اللي زقتني وخلتني افقد الذاكره. ولسه راح يكمل كلامه لكن بيلاحظ حاجه غريبه، ان سيونغ حقنه بحقنه وبيلاقي نفسه دايخ وبيبدا يفقد الوعي، والراجل العجوز بيفتكره عدو وبيقول له اللي احنا هنخلص منه. لكن سيونغ بيقول له اللي انا ما اقدرش اعمل كده عشان هو اخويا. وسيونغ بيبص بيلاقي سترونج كان حاضر كل المواضيع دي، فبيمشي وبيقول له ان مفيش مباريات النهارده. نرجع بقى لايان اللي كان بيتكلم مع الطفل، والطفل بيسمع حد جاي، فالطفل بيقول له اللي انا لازم امشي. وبيجي الراجل العجوز وبيقول لايان ان المباراه بتاعتك اتلغت. فايان بيسال هو ايه اللي حصل وايه الاصابه اللي في دراعك دي، فبيقول له مش لازم تعرف كل حاجه. فبيقول له اللي انت هتعيش حياتك كلها مسجون، فهتستفاد ايه لو عرفت. فايان بيفتكر حياته القديمه وبيقول له ان الحياه هنا افضل بكتير، على الاقل عايش لوحدي في هدوء وباكل بانتظام وبنام بانتظام. فالراجل العجوز بيستغرب من قصته الغريبه. نرجع بقى للطفل اللي كان ماشي في المواسير وبيشوف سيونغ وهانول، وبيقول اللي انا اول مره اشوف الراجل ده هنا. وبنلاقي سيونغ بيدوس على مكان سري وبيطلع باب الاسانسير وهو ده باب الخروج. فالطفل بيستغرب وبيقول اللي انا لازم اقول السر ده لصديقي. نرجع بقى للراجل العجوز اللي بيدخل اوضه الطفل وما بيلاقوهوش، فبيستغرب جدا وبيقول هو راح فين، لكن الطفل بيطلع وكان مستخبي. ابو تقل دم امك محبوش الواد ده. لكن بيعمل نفسه انه اتخض علشان يضحكه. وبنعرف ان الراجل العجوز ده قلبه طيب جدا وبيحاول يفرح الطفل على قد ما يقدر، كأن الطفل ده عنده ماضي مظلم لكن الراجل العجوز بيخبي عليه. نرجع بقى لهانول اللي بيصحى بيلاقي نفسه في البيت، وطبعا بيكون صاحي فاقد الذاكرة بسبب اخوه الشيطان، وطبعا ما بيكونش فاكر انه قابل سيون ولا حتى ايان. نرجع بقى لمدير المباراة اللي كان بيكلم لاعب جديد، لكن سيون بتكون وراه وبتضربه بالطاسة، فاللاعب بيشوفها وبيخاف وبيجري، وهي بتكون عاوزة تربطه علشان تحقق معاه. وبيفتح عينه بيلاقي نفسه متقيد، وبيلاقي جنبه سيون وبتقول له انا عاوزة اعرف كل حاجة وعاوز اعرف فين ايان ووالدي. فبيقول لها اللي انا معرفش حاجة، انا مجرد شخص شغال عند سيونغ. فبنلاقيها ضربت بالطاسة قدام ايده، حرفيا كان هيعملها على نفسه من كتر الخوف. وبتقول له المرة الجاية هتكون على صوابعك. فطبعا بيكون خايف وبيقول لها انا اقول لك كل حاجة، وبيقول لها ان ايان والدك في حلبة الزومبي فايت. فطبعا بتستغرب وبتقول ازاي وافقوا يقاتلوا في مكان زي ده. فبيقول لها ان القتال هناك مش بارادتهم، بنحقنهم بحقنة الزومبي فايت وبيكونوا متوحشين. وبيقول لها ان سيونغ وعائلته هم اصحاب المكان ده، وفي ناس شغالة في مكان الزومبي فايت وبيكونوا مسؤولين عن كل حاجة، وفي ناس شغالة تحت ايديهم ودولت بيكونوا اقوياء جدا، واخر ناس احنا، وبنكون مسؤولين اللي احنا نجيب لهم مقاتلين. وبنعرف اللي سيون بتسجل له اللي هو بيقوله، وده علشان تكون عندها دليل وتبلغ الشرطة عليهم. وبتسأله على مكان الزومبي فايت وبيقول لها، وبنلاقيه بيضحك وبيقول لها اللي انتي كده كده هتموتي. وبنلاقي وراها الراجل الاسود، فبتاخد بالها منه وبيضربها لكن بتوعى في اخر لحظة، وبتلاقي نفسها اتعورت وبتعرف ان ضوافره قاتلة، وبيهجم عليها لكن بتصد بالطاسة، وبيهجم بالدراع التاني وبيصيبها في كتفها، وبيضربها في ايديها وبيصيبها اصابة خطيرة، وده علشان تسيب الطاسة. وبيبقى رايح يخلص عليها لكن بتمسك البراد، وبالرغم اللي هو بيكون سخن بس بتحدفه عليه، وبتستغل اللي هو بيتألم وبتهرب، لكن بتنسى تاخد مفاتيح العربية، وبيكون دراعها بينزف باستمرار وبتقرر تهرب في الغابة. فمدير المباراة بيقول للراجل الاسود فكني، لكن الراجل الاسود بيلاقي جهاز التسجيل وبيسمع كل اللي هو قاله وبيعرف اللي هو خانهم، ولسه راح يقول له اللي انا كنت تحت تهديد، لكن بيخلص عليه. وبيروح يدور على سيون علشان يخلص عليها، وبيلاقي اثار دمها. فسيون بتقرر تتصل باي حد يساعدها وبتتصل بهانول، لكن هانول بيكون فقد الذاكره ومش عارف هي مين اصلا. وبتقول له اللي انا سيون، لكن بيقول لها اللي انا معرفش حد بالاسم ده. وبتحاول تفكره وبتقول له اللي احنا كنا بندور على ايان سوا، وبيقول انا سمعت فين الاسم ده قبل كده. وبيبدا
وبتبدأ ترجع له الذاكرة وبيفتكر ايان وبيقول لها اللي انا اتذكرت، وبيبقى رايح علشان يساعدها. وسيون بتسمع صوت وراها وبتعرف ان الراجل الاسود قرب، فبتستخبى لكن ايديها كانت بتنزف، والراجل الاسود بيتتبع اثار الدم وبيبقى داخل عليها وهي مش عارفة تعمل ايه، ولسه راح يبص لكن سيون بتمسك رمل وبتحدفه في وشه، وبتستغل الموقف وبتقرر تجري، فبيتعصب منها وبيجري وراها، وبتدخل البيت علشان تجيب مفاتيح العربية، لكن بتتصدم لما بتلاقي مدير المباراة بالشكل ده، فبتلاقي المفاتيح وبتاخدها، فبيدخل الراجل الاسود لكن بتضربه بالطاسة وبتنزل فيه ضرب بالطاسة باستمرار، بالرغم ان ايديها متصابة لكن مكملة، فبيمسك ايديها لكن بتضربه بالركبة في وشه، وبتجري واخيرا بتركب العربية وبتهرب. بس المشكلة اللي هي فقدت دم كتير وبتكون حاسة اللي هي هتفقد الوعي، لكن بتلاحظ عربية شرطة قدامها، فبتفضل تزمر قبل فوات الاوان وخلاص فقدت الوعي. وبنعرف ان الراجل الاسود ولع في البيت باللي فيه، حتى الدليل الوحيد المسجل بيتحرق. وسيون بتبلغ على مكان الشركة اللي فيها الزومبي فايت، والشرطة بتروح وبتفتش وما بتلاقيش حاجة، وبيعرفوا اللي هو ابلاغ كاذب، وده طبعا علشان هو في مكان سري تحت. وبتزعل جدا سيون وما بتكونش عارفة تعمل ايه، وهانول بيكون معاها وبتحكي له كل حاجة. نرجع بقى لأيان اللي بيسمع صوت في المواسير وبيلاقي الطفل، وبيسمعه بيقول له اللي انا لقيت باب الخروج ولازم تدوس على الجدار علشان يتفتح، وبيقول له جبت الحاجه اللي انا قلت لك عليها، فبيقول له ايوه جبتها وبتطلع حبوب الزومبي فايت وهتعرفوا قريب ايان عاوزها في ايه. فايان بيساله انت عاوز تخرج من هنا، فالطفل بيقول له ايوه علشان انا افتقدت امي. وايان بيقول لهم اللي انا عندي خطه للهروب ولازم كلنا نساعد بعض علشان ننجح فيها، وبيقول لهم اللي انا حفظت شكل المكان كله وعرفت فين باب الخروج. فابو سيون بيقول له ازاي واحنا دايما بنكون فاقدين الوعي. فايان بيقول انا ما فقدتش الوعي ولا مره وكنت بتظاهر اني فاقد الوعي. حرفيا سترونج بيستغرب من قوه استحماله الرهيبه، وبيقول لهم الخطه اللي انا النهارده عندي مباراه مع شخص، ولما تخلص المباراه نحاول نقاتل الراجل العجوز. وبيقول لهم اللي انا معايا مخدر الزومبي فايت، ومع مرور الوقت كنت بخبيه تحت الارض وانا اقدر استخدمه كمخدر للألم، وده طبعا علشان ايان ما بيتأثرش بالدواء. وبالله الدخان جه وبيعرفوا ان المباراة هتبتدي، لكن سترونج بيكون زعلان لان بيكون عارف اللي هو اللي هيقابل ايان. وحرفيا سترونج في معظم مبارياته بيقتل خصمه بكل وحشية، ولما يرجع لوعيه بيزعل جدا. وسترونج بياخد المخدر وبنفهم ليه هو قوي جدا، وده علشان كل حياته حرب ودمار، وكان بيقاتل علشان يعيش حتى لو عارف اللي هو هيموت. وبيقول له قبل المباراة اللي انا يمكن اقتلك، فلو جاتلك الفرصة المناسبة انك تقتلني اقتلني. وبنعرف اللي والد سيونغ كان مسافر ورجع من السفر، وسيونغ بيتصل بيه علشان يجي يتفرج على المباراة الحماسية. وبنعرف اللي والده شخص متكبر وعامل زي سيونغ، ودي بتكون والدة سيونغ، والتلاتة دولت بيكونوا شغالين عند ابو سيونغ. نرجع بقى لايان اللي بيكون عاوز يخلص القتال في اسرع وقت، وده عشان كل ما يقعد مفعول الدواء اكتر بيكون اقوى، وبيبدأ هو بالهجوم وبيضربه بنيات في وشه باستمرار، حرفيا ما بيسيبلوش فرصة يتنفس حتى. لكن سترونج بيبدأ يتعصب وبيخلي ايديه زي السكينة اللي بيستخدمها في الحرب، وحرفيا بيخرم رقبته. وايان بيتألم وبيحاول يحوش ايده لكن ما بيقدرش، فبيتعصب وبيشيل ايده وبيلاقي نفسه بينزف، فبيبقى رايح يهجم عليه تاني لكن بيتفاداه وبيضربه بالايد التانية وبيديله بالكوع في دماغه. حرفيا ايان بيدوخ وبيقول انا شكلي اخسر ولا ايه، وبيكمل ضرب فيه وبيضربه ضربة جامدة في رقبته. وبيقول في كل المباريات اللي لعبتها في حياتي لكن القتال ده مختلف، حرفيا انا بلاعب وحش في هيئة انسان. وبيبقى رايح يعمل الفينش بتاعه ويخلص الماتش، والراجل العجوز بيقول ان المباراة شكلها هتنتهي، لكن ايان بيوعى في اخر لحظة ولسه يدوبك بيبص بيلاقي سترونج بينط عليه بركبته وبيمسكه من رقبته وبيكون عاوز يخنقه، حرفيا بيدوس عليه بكل قوته. لكن بيلاحظ ان ايان ما بيتألمش، كأن بيحارب وحش ما بيحسش، ودي هي قوة ايان الحقيقية. بينزل دراعه وبيضرب بنيات في وشه، واخيرا ايان بيكسب الماتش. وسترونج اللي
واللي كسب 125 مباراة اول خسارة ليه بتتسجل. حرفيا الكل كان مصدوم من القتال، وايام بيلاقي نفسه دايخ ويفقد الوعي وبنلاقيه بيجري وبيكون رايح ناحية الارض وبيحفر وبيكون فيها برشام الزومبي فايت. ده طبعا علشان يقدر يستمر في القتال. والراجل العجوز بيوصل وبيشيل ايان وبيتصدم لما بيلاقي ايان لسه صاحي، فايان بيضربه بالركبة في وشه وبيكون عاوز يعطله لغاية اما سترونج يفوق، وبيقول ان الراجل العجوز قوي جدا وانا مش هقدر عليه بسهولة، فبيدخل ايديه تحت الارض وبيطلع برشامة الزومبي فايت وبيكون عاوز ياخدها تاني علشان يكون اقوى. والراجل العجوز بيستغرب وبيقول هو جابها منين، وبيتعصب منه وبيضربه كف حرفيا بيطبق وشه، وبيبقى رايح يضربه واحدة تاني لكن بيتفاداها وبيضربه في جنبه، وبيبقى رايح يضربه لكن ما بيلاقوش وبيلاقيه وراه. وايام بيعرف اللي نقطة ضعفه اللي هو بطيء، لكن الراجل العجوز بيتعصب وبيجري عليه وحرفيا بيضربه ضربة بتهز جسمه كله، وبيقول انا حاسس اني خدت كهربا في جسمي كله، وبيحس بدوخة وبيعرف اللي هو يفقد الوعي وبيحط ايده تحت الارض وبياخد المزيد من المخدر. والراجل العجوز بيقول له اللي كده خطر عليك، علشان الانسان لما ياخد المخدر ده بيكون اقوى، لكن لما يخلص مفعوله بيكون عاوز راحة، وانت بقى لو خدت المزيد منه هتفقد السيطرة ويمكن تموت. وبالله ايان الوحش اللي جواه قرب يسيطر عليه وبيكون شكله اتغير خالص. فالراجل العجوز بيقول اللي انا لازم اخليه يفقد الوعي قبل ما يفقد السيطرة ويكون اقوى من كده، وبيبقى رايح يضربه بالكف وهينهي الماتش، لكن ايان بيفضل واقف في مكانه حرفيا ما بيتحركش وكأن الوقت وقف. وبيظهر له شخص وبنعرف اللي هو الوحش اللي جواه، وبيكون ظاهر لأيان فقط في مخيلته، وبيقول له سيب نقيضك وانا اخلص لك عليه بكل سهولة. وبيقول له فاكر لما سبت لي نفسك في الحلبة ودمرت لك الحلبة باللي فيها؟ وبيقول له انا هسيطر عليك لفترة من الزمن، هخلص لك الماتش بس وهسيب لك القيادة تاني. وبالله الوحش اللي جواه بيختفي وبنعرف اللي الزمن رجع، وايام بيضرب ضربة بسيطة لكن حرفيا الراجل العجوز بيرجع ورا وبينط نطة وبينزل بركبته في وشه، وطبعا بيكون الوحش اللي جواه هو اللي مسيطر عليه. فالراجل العجوز بيكون رايح يضربه لكن ايام بيتفاداها وحرفيا بيضربه بنيات كتيرة جدا لدرجة ان ايان نفسه هو اللي بيدوخ. فالوحش اللي جواه بيقول له كفاية كده، لو كملت اكتر من كده هتموت، جسمك ما فيهوش اي طاقة انه يكمل. لكن المشكلة ان ايان بياخد مخدر تاني، والراجل العجوز بيقول ده شكله عاوز يقتل نفسه، وايان بيهجم عليه وبيضربه بنية وبينزل بعديها بنيات كتيرة حرفيا ما بيكونش قادر حتى يردله الهجوم. وبيظهر له الوحش تاني وبيقول له المرة دي كفاية، وبنلاقيه بيتلاشى وبيقول له لو كملت تاني هتموت، وبيكون حرفيا واقف مش قادر يتحرك. فالراجل العجوز بيضربه علشان يفقد الوعي وبيوقف تاني وما بيرضاش يستسلم، بالرغم اللي هو مش قادر يفتح عينه لكن مش راضي يغمضها، وبيفتكر لما والده كان بيضربه وحرفيا كان بيعذبه كل يوم، وبيبقى برضه مش عاوز يستسلم ويغمض عينه كأن لو غمض عينه هتكون نهايته. فبيزعق بصوت عالي واخيرا سترونج بيصحى، والراجل العجوز بياخد باله ان سترونج فاق وبيعرف ان دي كانت خطة ايان من البداية، ان ايان يفضل يلهيه لغاية اما سترونج يفوق. فسترونج بيجري ناحية الراجل العجوز وبيقول لايان شكرا عشان انت استحملت كل ده، لكن ايان بيوقع وبيفقد الوعي وبيسنده على الارض وبيقول له اللي انا هاخد حقك، وبيتعصب من الراجل العجوز وبيجري عليه. والراجل العجوز بيكون رايح يضربه بس سترونج بيفتح ايده بصباعه وبيضربه ضربة في رقبته وبيعمل الفينش بتاعه، حرفيا بينزل فيه تشويح. حرفيا الراجل العجوز ما بيقدرش يتحرك وبيفقد الوعي، وسترونج بيروح ناحية ايان وبيشيله، وده طبعا علشان يهربوا من هنا. وابو سيونغ بيستمتع جدا بالمباراة دي وبيعرف ان المقاتلين دولت عاوزين ينتقموا منهم، وده طبعا علشان هم مؤسسين المكان ده. نرجع بقى لسيونج اللي بيفرح جدا ان والده عجبه القتال، وده طبعا
طبعا علشان هانول دايما بيكون هو المتفوق عليه، فاول مرة يحس بالشعور ده، لكن بيقول اللي انا مش هينفع اخلي ايان يهرب. نرجع بقى لسيون وهانول، وسيون بتكون رايحة مكان الشركة اللي فيها الزومبي فايت، وبيلاقوا سيونغ داخل الشركة وهو مستعجل، فسيون بتتعصب وبتروح علشان تسأله عن والدها، وسيونغ بيقول للأمن إن المقاتلين هربوا، فبيقول لهم لو لقيتوا أي مقاتل بيهرب اقتلوه. فبتدخل سيون، ولما بيشوفها سيونغ بيتعصب علشان بلغت عليه الشرطة، وبيقول ما تسيبهاش تهرب علشان حسابي معاها بعدين. لكن سيون بتركز في المكان اللي هو بيدخله، وبتعرف إن المصعد الثالث ده هو المكان السري اللي مدير المباراة كان بيقول عليه. وبيدخل هانول، وطبعا ما بترجعلهوش الذاكرة بشكل كامل، وما بيكونش فاكر اللي حصل في آخر مرة، فحرفيا كل الموظفين بيخافوا منه. وسيون طبعا بتستغرب وبتقول هم خايفين منه ليه، فبتطلع سكينة وبتكون عاوزة تدخل بالعافية، لكن هانول بيلاحظ اللي هي خايفة وبترتعش، وبيفتكر لما خدت منه البطاقة وكانت بترتعش، فبدأت ترجع له الذاكرة شوية، وبيقول لها انا افتكرتك انت مين، انت البنت اللي كنت جعانة واكلتك الهمبرجر. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ لكن سيون بتلاحظ اللي هم خايفين بطريقة غريبة، وطبعا ما بيكونوش خايفين منها، بيكونوا خايفين من هانول. وبيدخلوا المصعد الثالث علشان يروحوا الحلبة، وهانول بيفتكر اخر مرة راح المكان ده وبيعرف الباسورد، ولما بيوصلوا حرفيا بيلاقوا الدنيا كلها فوضى، وده طبعا علشان المقاتلين هربوا وبيكونوا خايفين. وبيوصلوا مكان الزومبي فايت. نرجع بقى لسترونج اللي بيقول لابو سيون اللي احنا هنهرب، وبيكون في مساجين تانية عاوزين يهربوا، وبالصدفة بيدوس على مكان سري اللي بيفتح باب الخروج، وبيفرح جدا لكن بنلاقي حد بيضربه بالنار، وطبعا بيكون سيونغ وبيقتل الاتنين التانيين، فبيسمعوا صوت ضرب نار وبيعرفوا اللي في حد معاه مسدس، وبنعرف اللي سيونغ بيدور على ايان، والجبان ده كان بيحاول يهرب لكن حد بيشده، وبيطلع سترونج وبيقول له ما تعملش صوت، فبيسأله هو كام واحد بره، فبيقول له ده سيونغ وبيدور على ايان، ولما بيبص بيلاقي ايان مرمي وفاقد الوعي، وبيكونوا عاوزين ياخدوا من سيونغ السلاح، وبيستنوا الوقت المناسب علشان يهجموا عليه، ولما بيبقى رايح يدخل بنلاقي حد بيزق سترونج، وبيطلع ابن المجنونة ده وبيقول اللي انا لقيت ايان. المشكلة اللي سيونغ بيضرب رصاصة في سترونج، وبيبقى رايح يضربه رصاصة تاني ويخلص عليه، لكن ابو سيون بيقفل الباب، ولحسن الحظ بتيجي الرصاصة في الباب، وبيكون متعصب جدا من الجبان ده، لكن بيقول له اللي هو معاه سلاح وكده كده هيقتلنا كلنا، فالافضل اللي احنا نديله ايان علشان نعيش. فسيونغ بيقول له شيل ايان وتعالى ورايا، وابو سيون بيكون متعصب جدا ومش عارف يتصرف ازاي، ولسه الاسانسير بيتفتح لكن الراجل الاسود بيضرب الجبان في عينه، وسيونغ بيقول انا نسيت اللي انا قلت لهم يقتلوا اي مقاتل، فبيقول للراجل الاسود سيبه يعيش، وبيقول له روح اقتل المقاتلين التانيين. وبنعرف ان سيونغ حاطط متفجرات في المكان كله وعاوز يخلص من المكان باللي فيه، وبياخد ايان وبيقول له اللي انا مش هسيبك تموت عشان انا عاوز اتفرج على المزيد من مبارياتك. نرجع بقى لهانول اللي لما بيبص على الحلبة بيفتكر كل اللي حصل معاه، وبيفتكر ان اخوه هو اللي زقه واهله كلهم استغنوا عنه، وبيفتكر ان اخوه هو السبب الرئيسي اللي خلاه مجنون علشان كان متشرد في الشارع، وبعد كده اتعرف على قتال الشوارع وبدأت قصة هانول من هنا، فبيكون متعصب جدا وعاوز ينتقم من اخوه، فبيدخل عليهم الراجل الاسود، وسيون كانت رايحة تهجم عليه لكن هانول بيقول لها سيبهولي، الشخص ده شغال عند اخويا وانا عاوز انتقم منهم كلهم. وسيون بتلاحظ ان في شخص في الحلبة وبينزل في المصعد، وطبعا بيكون الراجل العجوز، وهانول بيكون عاوز ينتقم من عيلته كلها، وبيقول اللي انا هخلص عليكم واحد واحد، وبيهجم على الراجل الاسود وبيديله بالركبة في وشه، وسيون بتحذره اللي هو عنده ضوافر قاتلة لكن بيهجم عليه بضوافره وبيصيبه في بطنه، فهانول بيتعصب منه وبيزقه وبينط عليه نطة حرفيا بيطبق وشه، وبيفضل يدوس عليه زي المجنون، لكن سيون بتقوله كفاية كده، عاوزين نعرف منه شوية معلومات، القتل مش هيفيدنا بحاجة، وبتحاول تسأله عن مكان ايان ووالدها لكن بيقول لها ان فات الاوان، وبيخلع القناع بتاعه حرفيا بتكون سنانه شكلها مرعبة، وبيعض هانول في رقبته بكل وحشية. نرجع بقى لابو سيون اللي بيحاول يفتح الباب لكن بدون اي فايدة، وبنعرف السترونج قادر يستحمل ألم الرصاصة، وبيعرفوا ان سيون
سيونغ حبسهم في المكان ده، فبيبص وبيلاقي حد داخل عليه وبيطلع الراجل العجوز وبيفتكروا اللي هو جاي يقاتل، لكن بيقول لهم ارجوكم ساعدوا الطفل. فطبعا بيستغربوا وبيقولوا طفل مين في المكان ده؟ فبيقول لهم الطفل اللي ورايا. فسترونج بيستغرب وبيقول ايه اللي جاب طفل في المكان ده؟ فالراجل العجوز بيقول لهم ان مفيش وقت، لازم تهربوا دلوقتي عشان في متفجرات على وشك الانفجار. فسترونج بيقول اللي انا جندي وعارف ازاي اعطل القنبله. فالراجل العجوز بيقول له اللي هم كتار جدا، ولو عطلت واحده او اتنين مش هتعرف تعطلهم كلهم. فسترونج بيقول اللي احنا عاوزين نفجر واحد على الحيطه دي، وده طبعا علشان يعرفوا يهربوا في المصعد. وبالفعل بينفذوا خطته وبتنجح وبيركبوا المصعد. وابو سيون ما بيكونش مصدق اللي هو اخيرا هيخرجوا من هنا، وما يعرفش اصلا بنته لسه عايشه ولا لا. نرجع بقى لهانول اللي بيقول لسيون اضربيه بالسكينه. فطبعا بتكون متردده علشان بتكون خايفه، لكن بتتشجع وبتجري عليه علشان تضربه. المشكله اللي هو بياخد باله وبيوعى وبتضرب هانول، فبيتعصب وبيقول لها انا قلت لك اضربيه ما تضربنيش انا. فبيهجم عليهم الراجل الاسود، لكن هانول بيزق سيون وبيضربه بالرجل وبيقول لها المره الجايه اضربي وانتي مفتحه عينيكي. وبيبقى رايح يهجم على الراجل الاسود لكن بيتفاداها وبيكون عاوز يخلص من سيون، لكن سيون اخيرا بتتشجع وبتضربه بالسكينه، وهانول بيكمل عليه وبيضربه بالرجل وبيطيره. وسيون بتسمع صوت حد بيناديها وبيطلع والدها، وطبعا بيكونوا مفتقدين بعض جدا. وبيقول لها اللي فيه متفجرات هنا ولازم تهربي بسرعه. فبتقول هانول وبتروح علشان تهرب، وبيعرفوا ان القنبله على وشك الانفجار. فبالله الراجل العجوز بيحاول يحميهم من الانفجار، وبيقول لهم اللي انا كده كده هموت واحاول اساعدكم باي حاجه علشان تسامحوني. وبنفهم من الراجل العجوز قصه عيله سيونغ اللي هم كانوا بيعملوا تجارب على البشر بادويه غريبه، وبيكتشفوا الزومبي فايت اللي بيخليهم زي الوحوش، وبيتحول المعمل لحلبة قتال. وانتم عرفتوا المعلومات دي فكلكم هتكونوا في خطر. فسترونج بيسألوا ايه علاقة الاطفال بالحاجات اللي انتم بتعملوها، وبيقول لهم ان الدواء ده بيكون محتاج الاطفال علشان يتصنع، وهنعرف الدواء ايه علاقته بالاطفال لكن قريب. وبيقول لهم ان الاطفال محتجزين في مكان ما، لكن الطفل ده اللي بنعرف اللي اسمه يوجين هو الوحيد اللي هرب، وانا فضلت معتني بيه بشكل سري. وبيقول لهم ارجوكم اعتنوا بالطفل. وبالله المكان بينفجر، وطبعا الراجل العجوز هو اللي بياخد الانفجار، واخيرا بيهربوا من المكان الملعون ده. والراجل العجوز بيكون خلاص بيطلع في الروح، فبيجيله الراجل الاسود وبيقول له انت ليه خنتنا وساعدت الاشخاص دي؟ فبيقول له اللي انا شغال هنا من سنين، وكل اللي بيجي المكان ده بيكون فاقد الامل الا شخص واحد حاول يهرب حتى لو عارف انه هيموت، والشخص ده باين عليه انه عانى كتير وعرفني ان في امل للحياة حتى لو 1%. وبالله المكان كله بينفجر وبينهار المبنى. وبنعرف بعد كده ان الشرطة جات علشان تحقق في موضوع المبنى، وطبعا مفيش حد هيصدقها لو قالت لهم الحقيقة، وما بترضاش تقول لهم عن والدها علشان متهم اللي هو قاتل زوجته. وسترونج بيكون من غير هوية وكل معلوماتها عنه اللي هو جندي. والطفل الصغير ما كانش عارف ان المكان ده للقتال، كان عارف اللي هو مستشفى ودولت مرضى فيه، فما بيكونش حد راضي يصدقها، بس بتفتكر هانول وبترن عليه لكن هانول ما بيرضاش يرد. وده طبعا علشان بيكون متعصب جدا من اخوه، وده عشان كان بيديله دواء بيخليه ينسى. نرجع بقى لسيونغ اللي كان مع ايان، وبيديله الدواء اللي كان بيديه لهانول اللي بيخليه ينسى كأنه فاقد الذاكرة، وبيقول اللي انا هخليك تنسى حياتك البائسة وتعيش حياة جديدة معايا. نرجع بقى لابو سيون اللي بيكون عاوز ينتقم منهم وياخد حق زوجته، وسترونج بيقول له ان الراجل العجوز قال اللي هم اللي هيبدأوا الهجوم علينا. نرجع بقى لابو سيونغ اللي كان بيكلم شخص، والشخص ده بيكون الراجل الاسود، وبنعرف اللي هو ما ماتش من سقوط المبنى. وبيسأله عن سيونغ فبيقول له اللي هو خد ايان وهرب، فوالده بيعرف ان هو عاوز يخلي قوة ايان لصالحه فقط، وبيقول له ان هانو اللي عاوز ينتقم منكم كلكم. وبنلاحظ ان امه بتكون حزينة لسبب ما هنعرفه في الفصول القادمة. وهانول بيكون قاعد وبتدخل عليه سيون فبتقول له انت ليه ما ردتش عليا؟ فبيقول لها اللي انا مش فاضي ليكي وعاوز انتقم من عيلتي. فبتقول له اللي احنا هدفنا واحد وانا يمكن اساعدك، بس طبعا هانول عارف اللي هي ضعيفة جدا، وبيقول لها اللي انتي عبء عليا. فبتتعصب وبتقول له علمني القتال، وبتقول له ان والدي برضو قال لي خليكي في
في البيت ومشقط لي، بس هي بتقول اللي انا مش عاوزه اتفرج عليكم وانتوا بتقاتلوا. فهانول بيفتكر لما كان بيعيط وهو صغير لما فقد الذاكره وكان حاسس اللي هو وحيد، فبيقرر يساعدها ويدربها على القتال. وابو سيونغ بيعرف ان الحرب الحقيقيه هتبتدي، واللي بتكون متقسمه ل3 فرق. الفرقه الاولى اللي عاوزين ينتقموا من سيونغ وعيلته، والفرقه التانية سيونغ اللي هرب بأيان، واخر فرقه عيله سيونغ. وبكده يبقى خلص الموسم الاول، والموسم التاني نزل منه كام حلقه لكن لسه ما انتهاش. وطبعا الموسم التاني مش هيكون طويل زي الموسم الاول، فاضله كام حلقه كده وهينتهي، وان شاء الله لما يكمل الموسم التاني هنزله على طول. فما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان ده بيشجعني ان اكمل، واهم حاجه تصلي على النبي وتدعي دعوه لاخواتنا. ويلا سلام.